بص يا كابتن حسين، انا اي وزن بشيله والله العظيم ده انا اقدر على حاجه احسن منه يعني. والبطوله بدات وانا مش موجود. انت عارف لما تخسر بطوله من قبل ما تلعبها؟ ازاي محمد الضوي بدا مجال كمال الاجسام؟ يعني كنت برفرف ب7:30 مثلا تاني يوم في الجيم، فدي انا مش شايفها حاجه كويسه ولا صوره كويسه للعبه بقى. محمد الضوي، انت متهم ان المحتوى بتاعك استعرض اوزانك على السوشيال ميديا، فده بيخلي الشباب كتير اللي انت بتقول ان هم بيحبوك يقلدوك، فده بيسيبهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم حسين سيد وفي حلقه جديده من بودكاست ما وراء البار. معانا واحد من اكتر الفورم اللي على الساحه دلوقتي عامله جدل كبير جدا، واحد من الشخصيات اللي انا بحبها على المستوى الشخصي. معانا ومعاكم قاتل الاوزان محمد الضوي. عامل ايه؟ حبيب قلبك يا كابتن ايه حسين، اخبارك؟ عامل ايه؟ عاش من شافك حبيبي، والله. ربنا نفسي في يخليك. المقابله دي من زمان جدا، وربنا يعلم انا بحبك في الله من قد ايه يعني. وانا والله يا محمد بحبك لله في لله كده. يمكن دي اول مره نتقابل فيها، بس من اكتر الناس اللي بحب شخصيتها على السوشيال ميديا، من اكتر الناس اللي بحس ان هي سالكه. فاهلا بيك في ما وراء البار. هنعمل حلقه قويه ان شاء الله. ان شاء الله. اولا انت دي اول مره تطلع بودكاست ولا طلعت قبل كده؟ لا عامه انا بتاع فيديوهات قصيره اكتر. اوكي. صورت كام فيديو طويل كده يعني بتعلم فيه مونتاج وبتاع، مش اكتر من كده يعني. بس اول مره اطلع بودكاست ان شاء الله الشرف ان هو معاك يعني. ان شاء الله نكسر الدنيا باذن الله. خلينا نبدا الاول ونقول محمد الضوي لو يعرف نفسه للجمهور اللي بيتفرج عليه دلوقتي، يقدر يعرف نفسه ازاي؟ يقدر يقول ايه؟ مفيش والله. انا اسمي محمد علي الضوي. شهرتي طبعا الضوي عشان نص الشباب اسمها محمد اللي في سني يعني. انا من اسكندريه، من منطقه اسمها الورديان. اوكي. بتمرن بالي مثلا. دي منطقه ويجز صح؟ ولا كانت ايه؟ ولا عفروت ولا معروفه بويجز. ويجز. وفي ممثل برضو من عندنا مشهور اسمه ايه؟ كريم عبد العزيز تقريبا. كريم ممثل عبد قديم. العزيز. اه ده كريم عبد العزيز بتاعنا. معروف ده. هو مش مشهور، هو مشهور قوي. انا ما مالكش في الافلام قوي؟ لا انا مواليد 2000 يعني، فانا ما أوكي. حضرتش الكلام ده قوي. والدي بقى اللي يعرف الكلام ده وبتاع. امم في حتى ميدان عندنا اسمه الصينيه متسمي على اسمه يعني. على كريم عبد العزيز. اوكي. فبتمرن من 2013 2014. حلو. بتمرن يعني ليا عندك عمر. كام سنه؟ انا داخل في ال25. ما شاء الله، اللهم بارك. بس بتمرن يعني ليا عمر تدريبي كبير يعني. كام سنه بتتمرن؟ يعني ممكن 13 14 سنه. يعني نص سنك بتتمرن. اكتر ما شاء كمان. الله ما شاء الله. دراستك ايه؟ الناس برضو عايزه تعرف. انا في كليه اداب. اوكي. قسم اجتماع. امم بس بسقط كتير. اوكي، ده مقصود ولا عشان لا بس بصراحه يعني مش مهتم قوي يعني. مش مديها الاهميه؟ لا مش عارف. مش ناوي اشتغل باداب اجتماعي يعني. حاجه ولا. بس برضو بدات اسعى في موضوع ان انا اتخرج، لان انا بقيت عايز العب بطولات بره مصر، فعايز اسافر. حلو. عايز اعمل تصريح سفر. انا طبعا متعلق في سنه رابعه. فعليا كام ماده كده عايز اخلص منهم. مش عارف تسافر بره بسبب الموضوع ده؟ مش بيعملوا اثبات كود للي في رابعه، يخاف ان هو يخلع. لو عليه جيش. انا كده مش عليا جيش يعني. انا كبير عيله. انت كبير عيله. والدي كبير في السن. بس لازم يعني اجراءات قانونيه لازم تخلص. فبدات اسعى في موضوع الكليه ده، ففي خلال شهرين او 3 ان شاء الله اكون خلصت، عشان بقى لو عايز العب بطوله بره مصر او حاجه يبقى لي اريحيه يعني. انت لسه مخلص بطوله من كام ساعه؟ عايز اعرف انت عملت ايه، الناس تعرف برضو انت عملت ايه وايه الفئات اللي انت شاركت فيها. هي كانت بطوله فري فات تقريبا. مظبوط. اوكي. كانت بتتلعب في 6 اكتوبر. اوكي. انا مش على درايه تامه بالاماكن هنا يعني. بعيد عننا، احنا في مصر الجديده. فانا كنت في شبرا. شبرا مصر. فالمسافه جايه لي صغيره جدا، جايه لي يعني 20 دقيقه ولا بتاع. واحنا ماشيين لقينا في كارته تقريبا اسمها كارته بتاعت كوبري اسمه تحيا مصر. تحيا مصر. قفلت بتاع 2 3 عشان كان في شبوره. وانت عندك بطوله. الناس اللي جايه تشجعني من اسكندريه، انا اصلا جاي قبل البطوله بيومين واخد شقه بقى ومش عارف ايه بتاع. الناس اللي جايه تشجعني من اسكندريه وصلت وبداوا يوزعوا الارقام وانت مش موجود، والبطوله بدات وانا مش موجود. حبيت تفكرني فيلم عن الناظر. مدرسه عاشور. وقدامنا فيه بتاع 400 عربيه وورانا فيه بتاع 10000 عربيه. اوكي. ولا عارفين نطلع قدام ولا عارفين نرجع ورا. ولا عارف اطلب اوبر. ولقينا واحد بموتوسيكل، قلت ياخدنا يعني ولا بتاع، بس الظابط اخد رخصه اصلا. مقفله معاك خالص. المهم صاحبي طلع يجري على الظابط، يا عم الارقام اتوزعت ارجوك ايه طلعنا. قال لنا والله انا بيجي لي احداثيات، يا افتح الكارته يا اما ما افتحهاش. حاولت اركب مع عربيه اسعاف ولا بتاع. فقلت عربيه الاسعاف، حتى عربيه الاسعاف مش بيعدوها يعني. اوكي. فضلنا واقفين 2 3 ساعات. فرحت حتى ما لحقتش اسخن ولا اعمل بامب. دخلت على طول كده. دخلت اتخطفت. وانا حسيت كمان ان انا ايه، مش هلعب البطوله. حسيت ان انا، انت عارف لما تخسر بطوله من قبل ما تلعبها، لما مثلا تحبط ولا واحد يبص لك، صحابك يبصوا لك بصه فيها عدم رضا يعني بمستواك ولا بتاع، ساعات بتخسر بطوله كده من قبل ما تلعبها. فانا حسيت بكده يعني، فاهم. فانا طبعا مش انا بالنسبه لي وده غلط طبعا. الفرحه فرحه الاول،
بس ده غلط، يعني غلط ان انت تاخد تاني وتعيط والناس بقى تبدا تخلي الناس تواسيك وبتاع، ده مش صح يعني. في ناس بس بتاخد طبعاً زي ما كنا بنتكلم، في ناس بتاخد ربع خامس وبتكون مزقططه بالفرح لدرجه الناس بتفتكر ان هم كسبوا البطوله. ما هو انت ممكن انت تخلي الناس تبارك لك، ونفس الناس دي ممكن تخليها تواسيك لما تنزل مثلا انت اخد تاني ولا تالت وتقعد تعيط بقى وتتضايق، وانا الناس هتبدا تواسيك. معلش يا كابتن تعوض المره الجايه، كانك انت حرفيا خسرت، مع انك انت ما خسرتش يعني. ده انت كسبت. لو مثلا اللاين بتاعكم كان فيه كام مثلا؟ انا اللاين بتاعي كان فيه 17 واحد، يعني انت كسبت 16 واحد او كسبت 15 واحد. 15 واحد هم داخلين على اساس ان هم بيعرفوا يعملوا فاكيوم وجايبين طولهم مع ميزانهم، وبرضو النظره التحكيميه يعني كده يعني ملهاش معيار ثابت، يعني كلها كل الحكام بيميلوا لحاجات معينه. يعني ممكن لو الحكام كانوا بيميلوا مثلا للكونديشن اكتر كان التالت بقى اول والاول بقى تالت ممكن. فانت ما ينفعش يكون ده معيارك اللي هو المركز. ممكن اصلا ما تكونش انت في احسن حال بس البطوله ضعيفه او اللاين ضعيف او كسبت لاي سبب ما، فما ينفعش ده يكون المعيار اللي انت تعلق عليه فرحتك او زعلك. يعني بالنسبه لي المهم ان انت مستواك اتطور، عرفت العيوب اللي انت المفروض تشتغل عليها، فانت ممكن تخلي الناس تواسيك وتخلي نفس الناس ايه تبارك لك. صح. هنبدا فقره اسمها ازاي. فاول حاجه، اول حكايه المفروض تتحكي، ازاي محمد الضوي بدا مجال كمال اجسام. حلو قوي، دي سهله جدا. هحكي لك حكايه. انا من الورديان، فعندنا شخصيه كده من الناس اللي انتهت، يعني من الناس اللي ما فيش شبهها. هو يعني رجل من ذوي الهمم اسمه كابتن يونس. اي حد من اسكندريه، معظم الناس اللي في المجال عارفاه، رجل محبوب لابعد الحدود. فكنا احنا كشباب صغيره بنحبه بشكل شخصي لدرجه لا توصف. يعني كابتن يونس ده كان بيمشي في الشارع كان تلاقي جيش ماشي وراه. مثلا لو هو من هنا لبيته 5 دقايق ممكن يقعد ساعتين في الشارع من كتر ما الناس بتحبه وبتسلم عليه. فده بقى صوره كويسه لينا للعبه، فبقينا بنشوف الراجل ده بيعمل ايه وبقينا بنقلده. الراجل ده بيروح المسجد فهنروح معاه. الراجل ده بيلعب كمال اجسام، قدوه حسنه بالمعنى الحرفي. يعني انت لو ما تعرفوش انصحك بعد الفيديو ده تتعرف على الراجل ده او تعرف الراجل ده مين. الراجل ده يعني من الناس اللي انتهوا بجد. يعني اي حد من اسكندريه الراجل ده ليه فضل عليه، مرعب. الراجل ده بيساعد الناس من باب ما شاء الله حب الخير للناس وخلاص يعني. فكابتن يونس ده كان يعني حاجه مبهره، اللي هو شخصيه عنده عضلات اوفر. يعني كابتن يونس ما شاء الله معضل يعني، ومحبوب طبعا، وكان اخدنا كلنا تحت جناحه يعني اخواته الصغيرين وبتاع. فكنا بنشوف هو دايما هو بيعمل ايه وبنروح له. انا حتى كنت بروح الجيم بعد المدرسه، كان اشتراك الجيم تقريبا جنيه ونص ولا حاجه السيشن يعني، ما كانش بياخده مننا فاهم، عشان اقعد معاه مش عشان اتمرن قوي. اوكي. فبدات بقى يقول لي ايه، طب ما تخش جرب الجهاز ده، كان البتر فلاي اللي هو عامل كده. أيوه. ده حاجات قديمه قوي شويه، فاهم قصدي؟ طب خش جرب الجهاز ده. فمن هنا بقيت بحب اللي هو بيعمله فبقيت بعمله. اوكي. فكذلك احنا بنحاول نطبق نفس الكلام ده. انا نفسي الناس تبقى صوره كويسه للرياضه بتاعتها. يعني نص الورديان دي لعبت كمال اجسام، وناس كتير من اسكندريه بسبب شخص واحد هو كابتن يونس، بسبب ان هو صوره كويسه للرياضه. غير بقى طبعا اللي احنا بنشوفه في البطولات طبعا. والايجو والمشيه الغريبه والنظرات، والعيال بتصغر لبعض وما بيحبوش الخير لبعض. فواحد بيحاول يقتدي بالنماذج دي. الناس المحترمه دي جذابه اكتر من اي حاجه في الدنيا يعني. كابتن يونس هو السبب انك دخلك مجال كمال اجسام. طبعا. طب انت بقى ايه اللي خلاك استمريت في كمال اجسام بعد ما مثلا ايه شفت دخلت؟ هل عجبك الموضوع برضو ان انت بترفلكت موضوع الاوزان؟ الجينز بقى، الجينز صح هي اللي بتخليك تكمل. يطلع لك بلح هنا وبلح هنا تبدا تضايق التيشيرت عند الترجم. ده كان انت قلت لي من 12 سنه وانت عندك 12 سنه. وانا عندي 12 13 سنه. 12 سنه بدات الفورمه تبدا تطلع. مش فورمه يعني قد ما هو يعني ايه، رسمه الشيب بتاعت الجسم يعني. اي حاجه صغيره بقى انت فهمت، بيبدا الهوس يشتغل بقى. طب ازاي محمد الضوي قلب على السوشيال ميديا؟ يعني بدا محتوى السوشيال ميديا بتاعه، هو صدفه ولا وراه حكايه برضو؟ لا، هو حقيقه انا ما كنتش مرتب للموضوع ده. انا كنت مشترك مع مدرب، فالمدرب ده كان شايف فيا حاجه انا مش شايفها في نفسي. يعني كان شايف ان انا ممكن اظهر للناس واتكلم، وشايف ان انا عندي موهبه القاء وان انا يطلع مني حاجات وبتاع، وانا مش شايف ده في نفسي اطلاقا. فبدا يشجعني على التصوير اول باول. يا عم انا ما يطلعش مني حاجه، لا كل يوم بقى يوبخني وبتاع، لازم تصور، لا صور الفيديو ده، انت مميز بحته الاوزان دي صورها. فبدات بقى ايه انزل الفيديو من باب ان هو ما يزعلش مني، لان انا برضو كنت بعز الشخص ده، هو اسمه كابتن محمد شلبي. فبدا بقى ايه لما انزل فيديوهات لقيتها يعني الناس بتشوفها والناس بتوقفني في الشارع. ده كان تيك توك الاول؟ كان تيك توك
فالناس حسيت بقى ساعتها ان فعلا اللي انت بتنزله ليه هدف، ليه قيمه عند الناس بتحبك بسببه، فده كان دافع انك تكمل. مظبوط. وكمان ده خلاني دلوقتي ان انا برضو ايه، يعني الحاجه اللي عملتها في 10 خطوات ولا في 20 خطوه بحاول اسهلها على الناس من باب ان ربنا ييسرها عليا يعني. فبدات اشجع الناس اللي هي تصور. ففي ناس كتير فاكره ان هي ما يطلعش منها حاجه، انا كنت واحد منهم، ولا انا ممكن يطلع منك حاجات كتير جدا جدا جدا، بس انت تبدا يعني. فاهم. طيب ازاي محمد الضوي خد خطوه ان هو يخش بقى ان هو يبقى اون جير، ان هو عايز يدخل مجال البطولات ويبقى برو في حته معينه، فخلاص هي دي الوقت المناسب ان انا اسويتش ابقى بروفيشنال في اللايف ستايل بتاعي كبودي بيلدر؟ هو زي ما قلت لك، هو الموضوع بدا معايا اللي انا بروح الجيم عشان كابتن يونس، بدات الجينز دي تبدا، بدات اروح بطولات، بدات مثلا اقعد في قعدات محيطه بناس بتلعب بطولات. فبدات الناس دي تتكلم على البطولات، انا عندي بطوله كذا، انا عندي بطوله امتى، انا عندي بطوله، فاهم؟ فانت اي ناس بتقعد معاهم كمان 3-4 سنين هتبقى شبههم يعني، فاهم قصدي؟ فانا كنت بروح واجي مع كابتن يونس، وكابتن يونس كان في جوه مجال كمال اجسام يعني، فحبيت ابقى شبه الناس دي يعني. استنى عندك قبل ما نكمل البودكاست، انا عارف انك تايه، عايز تبدا رحله الفورمه ومش عارف تبدا منين، مش عارف تحسب الدايت بتاعك، تاكل ايه ما تاكلش ايه، ازاي تدلع نفسك في الدايت عشان تعرف تستمر عليه، كمان مش عارف تحسب الفوليوم بتاع التمرين بتاعك، مش عارف تتمرن بوش بول ليج، برو سبليت. كل ده تقدر تحله دلوقتي لو اشتركت في التدريب الاونلاين مع انفورم، لاني بعمل لك دايت مفصل على اللايف ستايل بتاعك تقدر ان انت توصل بيه للهدف بتاعك. غير كده بتراك معاك الميه والاوزان والعدات عن طريق الابلكيشن بتاع انفورما اللي تجربته فريده جدا واول مره تشوفها. غير كده في باقات كتيره قوي تقدر تختار الباقه المناسبه ليك، والمتابعه بتكون عن طريق الابلكيشن او عن طريق الواتساب عشان اتاكد مليون في الميه انك ماشي على الخطه 100%. فالحق دلوقتي عشان الخصومات بدات. كل اللي عليك تعمله انك تدوس على اللينك تحت اللي موجود في الوصف او في اول كومنت، هتسجل بياناتك وهنتواصل معاك خلال 24 ساعه على الواتساب عشان نعرفك كل التفاصيل والاسعار. مستنيك يا بطل عشان نبدا رحله الفورمه مع انفورم. محمد الضوي معروف بقوته اللي الاجانب بدات ترياكت عليها. ازاي محمد الضوي اكتشف في نفسه الموهبه بتاعت القوه دي، وازاي ان هو بدا يطور منها؟ والله انا شفت ان انت عشان تبقى مشهور لازم تبقى مميز. يعني ما الناس كلها عندها عضلات، والناس كلها بتعرف تصور فيديوز حلوه بتاع. فشفت ان في جاب في النقطه دي، ان حد يبقى معضل وفي نفس الوقت قوي. انا دايما بشوف الناس اللي هي اقوياء دايما نسبه دهونهم مش احسن حاجه، شكلهم يعني عندهم عضلات ضعيفه كتير وبتاع. فشفت ان انا ممكن اكون مميز في الحته دي، ان انا عندي رفعات قويه وفي نفس الوقت في ايه، في شيب كويس، فات برسنتج قليل فمديك الشيب الكويس، وفي نفس الوقت يعني ايه بشارك في بطولات، طبعا بطولات محليه كانت وقتها. باور ليفتنج؟ لا بودي بيلدينج. بخش بطولات الجامعات وبطولات خاصه. يعني كنت عايز تبقى المثال للبودي بيلدر القوي، عشان معظم الناس تقول لك البودي بيلدرز مش اقوياء بس الباور ليفترز هم الاقوياء. بالذات ان اول مدرب اشتركت معاه كان هو محاط دايما بلعيبه باور ليفتنج. فكانوا دايما بيفلكسوا علينا في موضوع الاوزان وبتاع، ودايما اقول لهم لا انا عندي رفعات قويه، مش شرط الرفعات دي تكون نفس الرفعات اللي انتم مهتمين بيها وبتاع. فلقيت ان انا مميز في النقطه دي، فلقيت ان انا ممكن اعمل ميكس كويس بينهم، بين ان انا بحب البودي بيلدينج. يعني انا بزهق من الثلاث رفعات، يعني مع احترامي لكل لعيبه الباور ليفترز اللي في مصر وكلهم احسن مني. انا بزهق من كونك انت بتلعب على لعبه فيها 3 رفعات بس. ممل قوي بالنسبه لي. أيوة. هو بالنسبه لهم ممكن تكون بالنسبه لهم متعه، ما هو بالنسبه لاي حد تاني الجيم بالنسبه له ممل، الا اروح كل يوم الجيم اعمل نفس الحركات. في ناس بالنسبه لها العضلات دي مالهاش لازمه. واحنا بالنسبه لنا الجيم ده الجنه بتاعتنا. مظبوط. فبالنسبه لي ان انا انمي 3 رفعات. اي نعم في اكسسوارز للموضوع وفي تمارين تانية بتخش في الموضوع بتاع، بس في الاول وفي الاخر البطوله قايمه على 3 رفعات. فدي ما حسيتهاش حاجه انا حابب اكمل فيها لبقيه حياتي يعني. بالعكس انا كنت بحب رفعات تانية ملهاش علاقه بالباور ليفتنج قوي يعني. فاهم قصدي؟ فقلت انمي الرفعات دي، وقلت في نفس الوقت يبقى شكلي كويس، وعملت ميكس بين الاثنين. فده ممكن الحاجه اللي خلتني تبقى مميز في الموضوع ده. انت بقى ازاي بتقوي نفسك في الجيم؟ يعني انت دلوقتي بدات بالميكس ما بين الاثنين، واكتشفت ان انت عندك الموهبه في الرفعات او في انك تظهر قوتك على السوشيال ميديا. ازاي نميت بقى الموهبه دي بحيث ان دايما اوزانك في زياده؟ بسم الله ما شاء الله. انا من اول يوم دخلت فيه الجيم انا اقوى من الناس اللي حواليا. ممكن الناس دي تالنتد عني في موضوع العضلات. يعني انا مثلا وسط اصحابي انا مش اكتر واحد معضل، بس انا عندي قوه بفرق ملحوظ يعني. اصحابك افنجرز ولا؟ لا خالص. ما شاء الله يعني. ما شاء الله. انا بكلمك في ناس في نفس العمر التدريبي، في نفس الظروف المعيشيه يعني. في نفس الايه. ايوه. يعني انا افتكر مثلا الناس مثلا مميز شويه في الرفرفه. افتكر مثلا ان اصعب تمرين في بدايه الجيم ايه؟ الرفرفه. ده كان اسهل تمرين بالنسبه لي. اوكي. يعني كنت برفرف ل7:30 مثلا تاني يوم في الجيم. اللي هو اصلا احنا بنرفرف 7:30 دي ده رقم
رقم كبير مخيف جدا على واحد يعني. 12 سنه 13 سنه لسه بادئ جيم. ده ممكن يكون رقم كبير على واحد بيتمرن بقاله 6 شهور مثلا. ما بقول لك، ما بالك انت بادئ اصلا من 12 13 سنه، فانك تشيل الرقم ده بعد حبه قليله من دخولك الجيم، او اول مره تشيل رفرفه تشيل 7.5، ده حوار كبير. ده يبين قد ايه قوتك انت، يعني ربنا سبحانه وتعالى مديك السكيل دي او القدره دي ان انت ترفع فيها اوزان وبتكنيك صح. مظبوط. فانا حاولت انمي الموضوع ده، وحاولت ان انا اوظفه في كوني ان انا اتشهر من غير ما اذي نفسي ولا من غير ما اذي حد. انا دايما طبعا بنصح الناس اللي هم ما يقلدوش الموضوع ده عاطل مع باطل، او مش تشوف حاجه تقلدها. انا دايما عندي خطه احمال، مش بشيل اوزان تقيله طول السنه. يعني انا كنت في بطوله اقسم بالله بقى لي 3 شهور ما شلت اوزان، يعني ما شلتش الاوزان اللي ليها علاقه بيا، مش 60% منهم. ودايما طبعا في سحبه الميه والايام الاخيره طبعاً. اخر 20 يوم طبعاً. انا بروح الجيم بلعب ب 10 كيلو عادي. الناس بتشوفني في الجيم دلوقتي، ايه ده انت مخدودة. بتضحك علينا ولا ايه؟ الاوزان اللي بتشيلها دي اوزان فيك ولا ايه؟ ايه ده؟ لا يا جماعه، انا مش حتى لعيبه الباور ليفتنج اللي مثلا عندهم نسبه دهون عاليه شويه، والله العظيم مش بيشيلوا اوزان تقيله طول السنه. غلط. اي حد بيشيل اوزان تقيله او الماكس بتاعه كل ما بيروح الجيم عده واحده او عدتين، عاجلا ام اجلا هيتصاب. ربنا مش هيسترها معاك كل مره. فاي حد قوي بيكون عنده خطه احمال، مش بيشيل اوزان تقيله طول السنه. فانا مش بشيل اوزان تقيله طول السنه. فانا اول حاجه حاولت اتشهر بالموضوع ده من غير ما اذي نفسي. يعني انت دلوقتي قبل ما تخش بالوزن اللي هو الناس شايفاه فريك، الناس شايفاه مبالغ فيه، انت بتكون مسخن قبلها مثلا؟ ايه التكنيك بتاعك عشان تصور الست اللي انت هتنزله على السوشيال ميديا؟ هل في تكنيك معين بتورم اب الاول، بتبدا تدرج في الاوزان الاسبوع اللي قبلها، بتكون متعود على الوزن عشان وانت بتصوره مثلا الاسبوع ده تكون متعود عليه فما تتصابش عشان تعرف تلعب بيه بتكنيك؟ ايه البروتوكول بتاع محمد الضوي قبل ما يصور الفيديو بتاعه اللي هو فيه وزن كبير؟ بص يا كابتن حسين، انا اي وزن بشيله يعني والله العظيم ده انا اقدر، يعني والله مش غرور ولا حاجه، انا اقدر على حاجه احسن منه، يعني فاهم؟ مش غرور والله عشان الناس ما تاخدش طباع غلط ولا بتاع. فانا دايما ايه متحفظ. طب مثال الناس فاكره ان انا غشيم، بس انا مش غشيم. اكتر مره رفرفت بيها كان بكام؟ الفيديو اللي فايرال مثلا ده كان مش فاكر كام، اللي هو بالبار ده كان بالبار تقريبا كان 135 ولا 135 كيلو ان شاء الله اللهم بارك. ف 135 كيلو انت قادر ان انت تشيل في 150 مثلا؟ مش شرط ال 135 كيلو ده بالظبط يعني، بس انا بكلمك في معظم 90% من الرفعات ببقى قادر، بيبقى عندي احسن. بس انا دايما متحفظ. يعني في ناس فاكره ان الضوء ده غشيم، يخش الجيم بيشيل الوزن ده وتاني يوم بيشيل وزن اعلى منه. لا، ده مش ترتيب فيديوهات يعني، عادي، دي مش فيديوهات مترتبه. يعني انا مش بشيل وزن وتاني يوم بشيل وزن اعلى منه، لا، دايما انا بيكون عندي احسن، بس انا بكون متحفظ. فاهم قصدي؟ فدايما طبعا بعمل ورم اب سيتس كتير جدا جدا جدا. والوزن طبعا انت مش بتخش مره واحده، يعني مش بتخش على مثلا انا مثلا بلعب ترايسب اوفر هيد بال50 ما شاء الله اللهم بارك. فاهم قصدي؟ انا بجرب 40 و45 وممكن 47 ونص تحاول تجرب الاول وبجس الدنيا فيها ايه، وبشوف لو عندي تيشيوز، وبشوف جسمي بيقول لي ايه، وبشوف مفاصلي بتقول لي ايه. الدنيا تمام. مش لازم لو انا عندي 100%، لو مثلا ممكن اقدر مثلا اشيل 55 57، لا بصور 50. اوكي. التمرينه اللي بعدها مش لازم اصور ال50، ممكن اعمل هايبرتروفي بوزن تاني، عدات اكتر شويه. مش دايما بجيب اخر يعني. طيب نخش على سؤال تاني في ازاي، وهو ازاي محمد الضوي بيختار المدرب بتاعه في التحضير؟ هل في كرايتيريا او حاجه معينه بتشوفها في المدرب فهو ده المدرب اللي هيحضرني، ولا عشان بس ان هو كان طالع معاك في المنطقه، ولا عشان هو مثلا انت شايف ان هو درب؟ ايه هو المواصفات الخاصه بتاعت مدرب محمد الضوي عشان يختاروا ان هو يحضره؟ انا يعني بميل شويه للساينس بيزد، وبميل شويه للمدرب اللي بيسمع. وشخصيه المدرب مهمه جدا، بالذات لو حد بيحضر بطوله بودي بيلدينج. شخصيه المدرب مهمه جدا جدا جدا، لان انا نفسيتي بتبوظ اخر 20 يوم دي. الشخصيه دي من ناحيه ان هو شخصيته قويه، ولا من ناحيه ان هو بيعرف يبقى عنده ذكاء التواصل؟ مظبوط، ذكاء التواصل دي حاجه مهمه جدا جدا. فانا مش شايف ان المدرب علم بس. المدرب هو اللي يعرف يطمنك، هو اللي يعرف يتعامل مع شخصيتك في اخر 20 30 يوم من البطوله بالذات يعني. فالموضوع ده بيفرق معايا مليون في المية يعني، يعرف يهندلك يعني. ازاي محمد الضوي بيدخل فلوس من وراء كمال اجسام طالما ان هو ما بيدخل بطولات ما فيهاش عوائد ماديه قويه؟ مظبوط. ما هي دي بالنسبه لي يعني ايه ستيب، مش الحاجه اللي انا ناوي اكمل. ازاي دلوقتي شغال؟ يعني انت دلوقتي راجل بتدرس وفي سنه رابعه، مظبوط، وبتدخل بطولات فبتحضر فمحتاج فلوس. انا كان هدفي الاول يا كابتن حسين من اللعبه اللي انا اقف على رجلي. حلو. بحيث ان انا مش شايف ان انت ما تعملش حاجه ما تقدرش تكمل فيها. يعني انا اعتقد مره كان معايا كاميرا كده وبعتها وانا صغير، قلت للمدرب بتاعي بص انا عايز اتنقل في حته تانية من اللعبه. قال لي لا، ما تعملش حاجه ما تعرفش تحافظ عليها. عنده حق. اعمل حاجه تعرف تحافظ عليها، اعمل حاجه بسيطه بس تقدر تحافظ عليها. قال لي مثل كده فيما معناه
بيقول لي المشي البطيء بس المتواصل احسن من القفزات السريعه المتباطئه. يعني انت تمشي بالراحه بس تفضل ماشي. فيلسوف احسن من تقعد تنط وتقف تنط وتقف تنط وتقف. فانت تعمل حاجه تقدر تحافظ عليها، مش حاجه تضيع فيها اللي وراك واللي قدامك وفي الاخر ما تعرفش تحافظ عليها. فانا كان همي الاول في اللعبه ان انا اقف على رجلي من كل بقى الجوانب الاجتماعيه بتاعتي. يعني انا عندي 24 سنه، انا متجوز بقى لي سنه ونص ما شاء الله ما شاء الله. فاهم قصدي؟ ظروفي الاجتماعيه برضو اول ما بدات ما كانتش احسن حاجه، الحمد لله حسنتها. ده بالنسبه لي احسن من البطوله. فاهم قصدي؟ ممكن ما العبش بطولات كبيره قوي في الاول. انا لعبت بطوله عربيه ولعبت بطوله افريقيه. فليه لعبتهم؟ لان هم في مصر، لان هم مش هيأزموني قوي ومعظمهم كانوا في اسكندريه. يعني فاهم قصدي؟ لان انا بطور حياتي الاجتماعيه وهدفي من اللعبه ان انا اقف على رجلي. يعني ما يكونش كل هدفك في الحياه اللي انت يبقى عندك عضلات بس. فدي انا مش شايفها حاجه كويسه ولا صوره كويسه للعبه بقى. يعني واحد عنده عضلات بس وكل جوانبه الاجتماعيه بقى ايه صعبه وناس بتبيع عربياتها عشان تحضر وناس بتبيع ذهب مراته عشان يحضر. الكلام ده بالنسبه لي يعني طز في البطوله. طب انت عندك مصدر دخل تاني غير كمال اجسام ولا هو كمال اجسام؟ يعني عندك مثلا بيزنس خاص بيك او بيزنس خاص بالعيله عندك بيجيب لك فلوس؟ لا مش خاص بالعيله عندي. انا داخل في كام حاجه كده مع اصحابي. اوكي. فبس ما لهمش دعوه بكمال اجسام قوي. في الفتره الحاليه بحاول افتح جيم في اسكندريه. انا شايف عندنا جاب في المنطقه دي وبالشكل اللي انا عايزه. لان من اهم الحاجات في البيزنس اللي انت تكتشف مشكله تبدا تحلها. صح. فاحنا عندنا مشكله. يعني دايما انا بقول ايه، مثلا انا نفسي في قميص معين مش لاقيه، فممكن اعمله. ده اساس البيزنس. في منطقه معينه مثلا، يعني انا مراتي كانت ساكنه في منطقه ما فيهاش صيدليه اسمها الريف الاوروبي، لو تعرف. لا مش عارف. منطقه يعني اسمها الريف الاوروبي على الصحراوي. على الصحراوي، يعني مصر اسكندريه الصحراوي. فما شاء الله الراجل اللي فتح صيدليه هناك، فده بقى بيزنس. طبعا بيبيع الادويه بسعر غالي جدا لان هو اللي بيحدد سعر السوق. ملوش منافسين. فانا شايف ان في جاب في الجيمات في اسكندريه، فبدور على مكان وان شاء الله دي الخطوه اللي انا ناوي اعملها. دي بالنسبه لي حاجه زي بطوله، ان انا مثلا ممكن اقف على رجلي اعمل بيزنس جديد عقبال بقى ما موضوع الكليه ده يتحل وابدا اسافر بره. وبرده انا شايف ان انا العب بطوله وانا مرتاح. فاهم قصدي؟ تلعب بطوله وانت مرتاح واقف على رجلك احسن بكتير. يعني ما تكون تحت ضغط ان انت محتاج تكسب البطوله عشان تاخد فلوس، بس مش عارف ايه الفلوس اللي ممكن ياخدها من ورا البطوله تكفي المصاريف اللي هو دفعها اصلا. انا شايف ان انت هتكره اللعبه بالطريقه دي. لان يعني ممكن معظم الناس اللي بتسمعنا مش عارفه قد ايه الضغط النفسي. انت اكيد فاهمه. اكيد طبعا. اللي بيتعرض ليه لاعب كمال اجسام وهو بيحضر، قد ايه المصاريف، قد ايه التكاليف. يعني انت عشان تلعب بطوله بره مصر انت بتدفع رقم وقدره في السفر والاقامه بتاع، غير مصاريف التحضير، غير المصاريف اللي انت دافعها في السيزون كله او عشان تعمل العضل ده. فلو ده ملهوش مردود كويس عليك قوي، مش لازم يعني تخليك تجو اكستريم، يعني تروح تلعب دبي برو. يعني ممكن تلعب حاجه يعني. صح. فاهمك طبعا. طيب اخر ازاي بقى، بما انك انت متجوز بقالك سنه ونص، فمعنى كده انك متجوز صغير، فازاي الواحد يختار شريك حياته؟ يعني انت ايه المواصفات اللي شفتها في مراتك ربنا يخليها لك خلتك تقول هي دي خطوه؟ انا شايف طبعا فاصفر بذات الدين، دي اهم حاجه. عشان تكون مرتاح وعشان كمان تتقدم في اللعبه. يعني انا كنت خاطب فما كنتش مرتاح، وكانت يعني حياتي الاجتماعيه اتعطلت كتير وشغلي اتعطل كتير بسبب مشاكل وبتاع، فاهم؟ فانا شايف ان انت تدور طبعا فاصفر بذات الدين، وتدور على حد يريحك ويفهم ظروفك، يعني ويفهم دماغك ويفهم اللعبه عشان يكون صح. انا جزء كبير من التحضير والله بتضايق منه جدا، ان انا بأثر مع اهل بيتي كتير، بتمرن مرتين في اليوم. انا مش عايز اتكلم. انا بتيجي فتره كده عليا كابتن حسين انا بشاور. انا فاهمك قوي كمان. يعني اقول لك على حاجه، انا كنت عايز العب بطوله افريقيه. في سببين اللي انا مش هلعبها. موضوع السيمي برو طبعا اللي انا اتكلمتك عليه، ان انا فاهم الناس برضو ان في يا جماعه حاجه اسمها ويت ليميتس. يعني ايه؟ يعني هو ضوي بيلعب كلاسيك، فهي ما بين الطول والوزن. وزن ضوي دلوقتي في الاماتشر اليت صح؟ المفروض يبقى 94 يبقى 94 كيلو. فهو في ال 94 هو عضلاته مش فل، وبيضطر ان هو ينزل من وزنه كتير، فبينزل عضلات. مظبوط. لكن هو في حاجه اسمها سيمي برو في الاليت بتخلي الوزن بتاعك يعلى شويه، بيوصل ل 105 على حسب طولك برضو. بس انا ممكن اكون 104 105 على حسب الطول بتاع الضوي. فهو ضوي بيقول لي 99 كيلو انا ببقى فل، جسمي مليان جامد وشكلي شيك جدا وناشف خلاص يعني. فهو ان شاء الله ضوي بيحاول ان هو يدور على بطوله فيها سيمي برو عشان ياخد منها كارت الاحتراف ان شاء الله. ان شاء الله والموضوع يتحل بتاع السفر وتسافر. خلينا بقى نخش على فقره من اهم فقرات البودكاست ده، اسمها كرسي الاتهام. ربنا محمد الطاوي، انت متهم ان المحتوى بتاعك
فاضي مضر، لانك انت بتستعرض اوزانك على السوشيال ميديا، فده بيخلي الشباب كتير اللي انت بتقول ان هم بيحبوك يقلدوك، فده بيسيبهم. ترد بايه بالاتهام ده وتبرئ نفسك ازاي؟ والله انا ليل نهار بقول للناس ما تقلدنيش في الستوريز وفي الريلز وفي الخاص وفي كل حته بقول للناس ما تقلدنيش. انا دلوقتي لو شفت فيديو لايدي هول فرحت قلدته فاتصبت، دي مشكلتي ولا مشكله ايدي هول؟ يعني المفروض هو ده ايدي هول اهو دلوقتي. فالناس بقى تقول لك انت ما تبينش بقى قوي كده طالما الناس بتحبك. انا بتكلم على الاتهام مش على ايوه فاهم. هو دلوقتي ايدي هول تالنت في حته اللي هو مثلا قوي جدا بيديد ليفت ب 502 كيلو مثلا ولا 500 كيلو، فانا عارف قدر نفسي. ازاي عايز مثلا انا مثلا بلعب ب 300 كيلو ديد ليفت مثلا ازاي عايز اروح اشيل ال 500 وفي الاخر اروح اقول ايدي هول هو اللي ابن كذا؟ فاهم قصدي؟ فهمت. طب تخيل بقى ان ايدي هول ده يعني عاطل مع باطل بيقول لك يا عم ما تقلدنيش، انا عندي خطه احمال، انا مسؤول عن نفسي، انا بسمع لجسمي، انا ممكن باخد حاجات انت يعني مثلا انا باخد تي بي 500 مش كل الناس بتاخدها وباخده بجرعات كبيره. فاهم قصدي؟ عشان موضوع الاوزان ده ما ياثرش معايا وعشان اقوي المفاصل والاربطه وهكذا. انت ما بتعملش كده، انا عندي خطه احمال، انت ممكن ما بتعملش كده. فاهم قصدي؟ انا بتمرن بقالي 13 14 سنه وده وزن عادي جدا بالنسبه لي، ممكن لو هريسك بيه فمعدل الريسك بتاعي غير معدل الريسك بتاعك. فانت مش شرط تقلدني. وهو دلوقتي من خلال البودكاست بتاعك انا بقول لكل الناس يا جماعه ما حدش يقلدني، انا مسؤول عن نفسي مش مسؤول عن حد. على فكره المتدربين بتوعي لما بيبعتوا لي اداء او فورم او عايز اشيل وزن تقيل او بتاع، مش صح ان انت تتصاب، الاصابه هتعطلك، الصح ان انت تاخد وقتك. هو اللي خلاني قوي ان انا الحمد لله في ال 12 13 14 سنه انا الحمد لله عمري ما اتصبت في الجيم، دايما بتصاب بره الجيم. هتصاب انا نايم مثلا، اتصاب اقع على السلم. مره جالي قطع جزء في التراي كده، كنت وقعت على سلم فسندت في حاجه. ايوه وكنت في فتره دايت وبتاع. فالحمد لله انا اهو عمري ما اتصبت في الجيم، بالعكس انا حريص جدا ان انا ما اتصابش لان ده هيأثر عليا. انا بلعب كلاسيك فيزيك. ايوه طبعا كل شيء يعني. والحكم طبعا ملوش علاقه بيك، الحكم بيتلكك. فانت طبعا لو بقيت غشيم او لو رحت قلدت محمد الضاوي من غير خطه احمال من غير وعي بوزن بعيد جدا عليك، والله العظيم انا لما اشوف حاجه من عارف قدر نفسي بشوف حاجه مبهره بسم الله ما شاء الله وخلاص. بس انت ما ينفعش تجزم عليا ان انا طب انا ممكن اقول لك ما تصورش عضلاتك، انت بالطريقه دي بتشجع الناس على الهرمونات، بالطريقه دي بتشجع الناس على يعني كابتن حسين منزل صوره مثلا ما شاء الله فول كونديشن، انت بالطريقه دي بتشجع الناس على الدايت القاسي ودي حاجه مش صحيه. لا صح. يا عم انت مش لازم تعمل زيي. فاهم قصدي؟ حلو والله مش حلو لازم مثال مش لازم تعمل مثال عشان الناس تفهم. مش شرط ان محتواي يبقى حاجه انك تروح تقلدني فانا اللي اشيل ذنبك. هي مش مناسبه ليك بالزبط. هي مناسبه ليا وانا مسؤول طبعا. ايه المسؤول؟ ان انت بتوعي الناس بعد ما تنزل الفيديو زي ما انت بتقول ان يا جماعه ما حدش يقلد. يعني مثلا زي مصارعه ما تكلموش كده في الهوم. انا دلوقتي داخل في فتره تحضير. انا مظبط مثلا والدتي، مظبط مراتي، مظبط صحابي. يا جماعه مش هبقى مظبط الفتره دي ومظبط شغلي بحيث ان انا مش هبقى متظبط الفتره دي. حتى انا موضوع البطوله بحاول اربطه شويه بالجوانب الاجتماعيه بتاعتي، ان انا اكون مثلا البيزنس بتاعي مستقر، الحياه بتاعتي مستقره في البيت هكذا فابدا احضر. والناس دي بتكون عندها فكره ان انا داخل على فتره تحضير. فاهم قصدي؟ فانا بهيئ نفسي لكده. مش شرط انت تكون مستعد لنفس الظروف، فلما تشوفني مثلا فول كونديشن ولا ناشف ولا بنشف ان انت تروح تنشف فتعمل مشكله فتضرب ايدك في ازاز مثلا فتتعور فيبقى انا السبب. فاهم قصدي؟ انا بشيل وزن تقيل، فانا بقالي 10 11 12 سنه بسعى للموضوع ده وانا مهووس بحته القوه وشايف ان اي راجل عنده تستوستيرون عالي بيكون عايز يبقى قوي حتى لو هو انكر ده. فاهم قصدي؟ يعني في ناس مثلا بتتضايق قوي من مواضيع الاوزان ده، لا هو نفسه يبقى قوي بس هو مش عارف يبقى قوي. دي من وجهه نظري طبعا. فاهم قصدي؟ انا فاهمك فهمت. يعني هو نفسه يشيل اوزان بس ما بيعرفش يشيل اوزان، مش ما بيحبش الاوزان. انا من وجهه نظري ان اي راجل عنده تستوستيرون يعني بيحب يشيل اوزان اكيد طبعا. فاهم قصدي؟ فانت لما تروح تقلدني في ظروف غير ظروفي يعني غير ظروفي، وانا طبعا بنوه عليك ليل نهار ان انت ما تقلدنيش، فدي مشكلتك انت مش مشكلتي انا. عندنا الاتهام الثاني، محمد الضاوي ما بيقبلش النقد واي حد بينتقده بيعمل عليه فيديو فبيخلي الفان بيس بتاعه يخش يهجم عليه. يعني المفروض ان انت راجل بتاع السوشيال ميديا فعارف ان كلنا يعني اي حد معرض للنقد، فترد بايه على الاتهام ده؟ والله انا بقبل النقد لابعد الحدود. يعني انت شايف ده حصل في ايه مثلا؟ دي مثال
مثال مثلا في مره شفت لك خناقه على السوشيال ميديا لما كان حد طلع قال ان انت ما طلعتش بكونديشن معين وانك ما اتظلمتش انك خدت تاني تالت، فانت طلعت قلت انت ما شفتنيش اصلا على المسرح فانت ازاي تكلمني كده تقريبا. يعني كان في خناقه كبيره على السوشيال ميديا. انت عمرك ما اتخانقت على السوشيال ميديا؟ لا خالص، بتخانق بس الموضوع انا بديك مثال. يعني هو في اتهام ان محمد ضوي ما حدش ينتقده عشان هو ما بيقبلش النقد، انت ترد على الاتهام ده اللي هو انت تقول انا بقبل النقد والله بقبل النقد عادي اي حد ينتقد دلوقتي. يعني مثلا لو واحد بكره طلع قال لك مستوى محمد الضوي في بطوله فري فيت ما كانش قوي جدا وادي نقط ضعفه اهي وفضل ينتقد فيه عادي. يعني لو حد قال لي حاجه بعقلانيه والله هتقبلها عادي جدا. يعني لو حد قال لي مثلا ايه رجليك في بطوله فري فيت، طبعا انا بتقبل النقد بس النقد المحترم. يعني مثلا واحد يخش يقول لك ايه رجليك ضايعه، رجليك مش موجوده. يعني طب ما انت ممكن تقول مثلا رجليك مش احسن حاجه، ممكن تكون احسن من يعني كده، رجليك مش مناسبه للقبر. انا بقول لك الناس المحترمه دي اتراكتيف بالنسبه لي وبحبها يعني وبتاع بقى. ولو حد مثلا اخطا فيا والله بحاول اعدي قدر الامكان يعني، بس اكيد ساعات بخرج عن شعوري يعني وبتعصب. يعني مثلا احكي لي مثال خرجت عن شعورك فيه وطلعت على السوشيال ميديا فيديو. احكي لي مثال قصة. لا هقول لك الموضوع بتاع امبارح. انا دلوقتي ببقى ناشف 99 كيلو وانا طبعا عندي عظمه فيمور طويله. فاهم؟ عظمه الفخذ بتاعتي طويله، فلازم تكون يعني لازم اكون ايه وزني عالي شويه عشان تبان ان رجلي كبيره او رجلي مناسبه للابر بادي بتاعي. وانا الحمد لله عندي ابر بادي ما شاء الله اللهم بارك كويس شويه بالنسبه لرجلي. فطبعا انا عايز اوصل ل 94. من 99 ل 94 ممكن ما بخسش ابر قوي، بخس رجلين. طبعا على رجل طويله، الرجل الطويله دي مفروض حاجه اشيك يعني في اللعبه، بس عشان بتفضى فبيبقى الشكل احسن حاجه. فلو حد مثلا قال لي كده عادي انا متقبل الموضوع. انما بقى الصيغه مثلا هي اللي ممكن تضايق. يا عم انت سايب الدنيا كلها ورايح تلعب لي مثلا في البطوله العربيه، واحد بيقول لي انت سايب بطولات دبي ورايح تلعب لي بطوله في الشيراتون او رايح تلعب لي بطوله في المنتزه. طب ما تيجي انت تلعب بطوله في المنتزه، طب ما تيجي تكسب بطوله في المنتزه. البطوله العربيه على فكره كانت بطوله قويه جدا. فاهم؟ طب هل انت تعرف ظروفي يا عم؟ طب انا ساعتها كنت في ثانيه كليه، كان عندي 20 سنه. فاهم قصدي؟ كان لسه مش واقف على رجلي قوي ولسه بدرس ولسه اصلا يعني ما اقدرش اغطي مصاريف اللعبه باكبر قدر. فرحت ان في بطوله دوليه جايه اسكندريه فقلت العبها. فاهم قصدي؟ فانت يعني عينت نفسك حاكم عليا ووبخت لي الحاجه اللي انا بعملها ويعني ايه مجهودي كله رميته في الزباله. وعلى الجانب الاخر بشوفك انت مش يعني معظم الناس اللي بترمي كومنتات سلبيه او بتصيغ الكلام بطريقه وحشه مش بلاقيها ابطال. يعني مش بلاقيها ناس عامله عضلات وبتكسب. بالعكس اللي عامل عضلات ده وبيكسب بطولات وبتاع بالعكس هتلاقيه حاسس بيك، بيصيغ لك الكلام بشكل كويس. بيجي على ايام التحضير قبل البطولات ولا حاجه لما مثلا اكتر ناس تهون عليك مثلا لما تجيب ثالث رابع خامس مش عارف ايه، هي الناس اللي في اللعبه. صح. لان عارفه ان انت ممكن تحط 100% وفي الاخر ما تتوفقش. فاهم قصدي؟ انما في ناس بقى عشان المجال بعيد عنها او هي مش جوه اللعبه، فاهم، بتضطر اللي هي توبخ بقى وتقول كلام ممكن انت ما تكونش نفسيا مستعد له او نفسيا متضايق. فساعات الواحد بيخرج عن شعوره طبعا. بس انت ردا على الاتهام ده، هي الفكره كلها انت ما بتتقبلش طريقه النقد مش النقد نفسه. لو لا انا بنزل من على المسرح والله بروح للحكم انا ناقصني ايه. فاهم قصدي؟ لان انا بلعب البطوله عشان انافس ناس وزنها نفس وزني بتلعب نفس الكاتيجوري بتاعي. فعايز تعرف برضو انت عايز اعرف مميزاتي من عيوبي. بالنسبه لي المركز مش اكتر حاجه في البطوله. يعني ما انت ممكن تروح بطوله ضعيفه تعمل اول، تروح بطوله بمستوى تاني خالص بس تعمل ثالث. هل انت تفرح للاول وتزعل للثالث؟ لا، انت ممكن مستواك هنا احسن من هنا. صح. بس اللاين ده اصعب من اللاين ده. فاهم قصدي؟ البطوله دي ظروفها غير البطوله دي، عدد الناس المشاركه هنا غير عدد الناس المشاركه هنا، ظروف التحضير هنا غير هنا. فانا مش شايف انك مفروض تتضايق لمجرد ان حكم رتبك تاني وتالت على فروقات بسيطه جدا. ممكن لو معايير التحكيم اتغيرت سنه تبقى انت اول والاول ده تالت. صح. انما المكسب الحقيقي هو المستوى الجديد وان انت بتقارن نفسك وتشوف نفسك جنب الناس وبتطور من نفسك. حلو. في فقره اسمها ايه رايك؟ ايه رايك دي هديك حاجه توبيك هنتكلم فيه واعرف راي محمد الضوي فيه. ايه رايك في بطل مستر اولمبيا 2025 ديريك؟ هل فعلا كان يستحق ان هو يكسب؟ لان حصل ما بيننا انا وانت كلام على كومنتات ان هو ديريك كان جاي احسن في اليوم الثاني او اليوم الاول وبن هادي. فاديني رايك، هو رايك هل انت شايف ان هو فعلا يستحق؟ انت فعلا ما فهمتنيش كويس في الكومنتات. لا سيبك من الكومنت، قول لي بس هل يستحق ولا لا؟ مين يستحق؟ ديريك يستحق ان هو يبقى مستر اولمبيا ولا كان هادي ولا كان حد سامسون ولا انت ايه رايك في الموضوع؟ لا انا شايف ان هادي جايب باكج
ليه اجهزيه اكتر، بس شايف ان هادي في نفس الوقت ساب فرصه ان ديريك ممكن يكسب. اوكي. ديريك البطوله دي كان كبير جدا 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 بشكل يعني ما مش عارف كل الناس لاحظت ده ولا لا. ديريك كبران جدا. هو عامه هادي هو بيسموه يعني ساتردي نايت، يعني رجل السبت بالليل. يعني هو دايما بيجي في اليوم الثاني احسن من اليوم الاول، والسيناريو ده حلو في كمال اجسام انك تيجي في اليوم الثاني احسن من اليوم الاول. هو جه في اليوم الثاني ممكن اصغر شويه من اليوم الاول. فاهم قصدي؟ انما ديريك جه متحسن كتير جدا. يعني ممكن معظم الناس اللي بتحط صور جنب بعض، انا برضو ما بقولش ان ديريك يكسب، انا بقول ان هادي ليه اجهزيه، بس ساب مجال للسياسه. هو كده كده في سياسه في الموضوع بس هو ساب مجال بسيط للسياسه. قصدك ان هو كان ممكن يخلص الكلام كله ممكن يخلص الكلام كله من اول يوم. حتى معظم المقارنات اللي بتحصل دلوقتي بيحطوا ديريك وهادي في اليوم الاول. بس لا، ديريك جه متطور جدا واكبر، يعني كبران جدا جدا على السنين اللي فاتت اليوم الثاني. بس برضه شايف ان هو الاجهزيه تكسب. الاجهزيه تكسب يعني الاجهز يكسب. مين بقى فيهم؟ مش الاكبر، هادي طبعا. هادي اوكي. اصل انا اللي كنت عايز اقوله لك في الكومنت ان انت بتقول ان اليوم الثاني هادي ساب مجال، او اليوم الثاني بالليل ساب مجال ان السياسه تخش. هم عايزين السياسه تخش، بس انا هو ساب لها مجال شويه. كنت عايز اوصله لك ان هادي الثاني يوم كان احسن من ديريك براي الحكام. يعني الحكام كسبوا هادي تاني يوم. ما دي حاجه غريبه جدا. يعني الحكام خسروا هادي اول يوم وكسبوه تاني يوم. دي الفكره بقى اللي انا كنت عايز اقوله لك. لا انا لو هتسالني على وجهه نظري الشخصيه، هادي تاني يوم اصغر شويه، ديريك تاني يوم اكبر ودراي شويه عن اول يوم. أوكي. طبعا ما فيش فرق مرعب هيحصل في يوم. يعني انا شايف ان الاجازيه طبعا كانت لهادي شوبان، ولكن ديريك كان البطوله دي كبير شويتين ثلاثه، طبعا مع الافضليه ان هم يكسبوا واحد. طب وانت شايف ان سامسون ممكن يرجع تاني يكسبها ولا خلاص كده؟ مش عارف والله. انا حاسس ان سامسون مره كده وخلاص. مش هيكسبها. مع ان على فكره السنه اللي سامسون كسبها تقريبا اللي فاتت ولا كانت قبل اللي فاتت على طول. انا من اوائل الناس اللي قلت ان سامسون ليه احقيه ان هو يكسب يعني من اليوم الاول، مع ان الناس كانت مستبعده ان سامسون يكسب عشان هو عنده جلد التمساح شويه. نفس الموضوع ده عندي. طب في بطوله كمان كام يوم اللي هي براغ دي سامسون هيلاعب كيون ومارتن اللي خد خامس، يعني الرابع خامس واول 212. لو انت الحكم وكلهم داخلين بنفس الكونديشن بتاع اولمبيا اللي فات، يعني ما فيش حد هيتحسن في حاجه، رتب لي الثلاثه دولت: سامسون، مارتن، كيون. مين ياخد اول، تاني، تالت؟ من رايك انت الشخصي باللي انت شفته في الاولمبيا اللي فاتت، ممكن يجوا متطورين جدا، ممكن يجوا انشف جدا، ممكن على فكره سامسون يفول اكتر فحجمه يزيد في الاسبوعين الثلاثه دولت، محدش عارف يعني. بس انا بتكلم على اللي انت شفته. يعني هو سامسون مشكلته ان هو حاول يجي بنفس الكونديشن بتاع هادي شوبان مثلا، او اللعيبه المميزه جدا بالكونديشن وبتاع، فدبلت لان هو يعني جلده تخين شويه فمش عنده نفس يعني هادي شوبان تالنتد جدا في موضوع الكونديشن. انا اعتقد اوف سيزون هادي شوبان انشف مني، وانا انشف من اي حد وهو بيحضر يعني، فاهم؟ يعني جينات مجنونه كده، فاهم؟ انا شايف ان سامسون ممكن يكون اول، كيون تاني، مارتن تالت. دي وجهه نظري الشخصيه يعني. طب برأي ضوي، بما انه لعيب كلاسيك، مين هيبقى خليفه كريس بومستيد بعد كده؟ يعني ريمون كسبها السنه دي، بس هل هو هيكمل زي كريس بومستيد، ولا في مايك هيخش، ولا راف ديزل هيعمل كومباك؟ انا بحب شكل راف اكتر ككلاسيك. يعني بشوف ان راف مش عارف هو ليه وزن يكبر تاني ولا لا، ما عندكش ليه وزن الوحيد اللي ليه وزن، مش عارف ليه 8 ولا 7 باوند كمان. لا ده كارثه كونيه ده. على فكره كيلو عضلات يفرق في شكلك مليار في المية. عشان كده بقول لك انا لما بخس كيلو عضل ولا بتاع عشان اجيب وزن، تخيل انت بتخس 7-8 كيلو، الكيلو واحد يفرق في وزنك، يفرق في شكلك مليار في المية. الوحيد اللي من الثلاثه فده لو حط عضل الوحيد من الثلاثه اللي ليه ليميت مع الشكل والبوزنج هو كلاسيك عنهم بكتير. انا بحس دايما ان يعني طبعا دي وجهات نظر ان ريمون مش كلاسيك قوي. حاسس ان هو انا بصراحه مع اني بحب شخصيته وبحب البرازيليين والهاله اللي حواليه، بس انا بشوفه بصراحه بشوف ان هو اقل واحد كلاسيك كلوك من الاثنين التانيين. انا حاسس مايك اكتر 212 بالاكسايه الغريبه بتاعته دي، بس هو مديني الفايبس اكتر بتاعه ان هو كسبان وعنده كاريزما كده وبشنب وبتاع وبيرفع يعني ريمون طيب بزياده على انه يبقى تشامبيون او يبقى طيب بزياده ان هو يكمل ان هو ممكن يكسبها مره مرتين ماكسيمم، لكن ان هو يكمل مثلا 5-6 مرات زي كريس بومستيد ما اعتقدش. حاسس ان السنين الجايه ولعبوا اللعبه دي في الاوبن بودي بيلدينج ان هم ما خلوش واحد يكسب سنتين ورا بعض بعد رامي، مع ان ممكن البودي بيلدينج حتى في البطولات المحليه يبقى ليها كبير، انما الكلاسيك مالهاش كبير. 60-70 لاعب على شعر الكونديشن. صح.
شعر الكونديشن تنقلك عاشر يعني شعر الكونديشن تنقلك يعني على فكره راف بريون انسلي طلع بره التوب 10 اصلا. انت متخيل بس بريون ده اسطوره. تعرف بريون عنده كام سنه؟ عنده حاجه 45. لا بريون دخل في ال50. بريون عنده يعني اعتقد من سنتين كان عنده 48 سنه ولا اصلا دخل في ال50 وتحس ان هو لسه شباب. بس هم اعتقد ان هم نطروه بقى اللي هو كفايه عليك كده. اعتقد اللي هو الحركه اللي عملوها السنه دي مع بريون ان هم طلعوه بره التوب 10 اصلا. اعتقد ان هم بيقولوا له ايه كل سنه طيب بقى كفايه قوي ما تحضرش تاني. من اوائل الناس اللي كسبوا الكلاسيك فيزيك يعني. هو تاني واحد يعني احنا عرفنا الكلاسيك فيزيك من بريون انسلي. بريون هو الوحيد اللي خسر بقى كريس بومستد. بس كريس بومستد كانت اول بطوله ليه. فلا لو على اللي انت بتقوله ده طبعا راف لو حط له كيلو او 2 كيلو عضلات مع الشكل بتاعه مع البوزنج بتاعه. هو اعتقد كان في كونديشن اقل منهم شويه ممكن شويه من راف ومايك. بس هو الواد شيك من مايك وريمون شيك بطريقه مرعبه يعني. بس هو ممكن موضوع طوله ده ممكن. بس هو ده بيديله اتاحه. ده يديله اتاحه ان هو يزود وزنه. ولو زود وزنه هيجي بكونديشن رائع ومع فولنس مع نضوج عضلي. هو كده عنده نضوج عضلي من زمان. فاعتقد ان عندك حق راك ديزل ممكن. انا كمان بموضوع الويت ده مايك بعد كده مش عارف يزود وزنه لان هو اصلا نقص وزنه بشكل مايك اصلا يعني في كلام ان هو بيخم في وزنه بيخم في طوله هو مش بيخم هو خم السنه اللي فاتت بس هو مالوش دعوه. هو انت عندك حكم والحكم هو اللي بيقيس. الحكم بقى راحت عليه ان هو طول قصته فخلاص. انا اعرف ناس بتعمل راستا عشان تعمل دريد فبيديها 3 سم. 3 سم ده يعني 3 كيلو صح. ده رقم مرعب. بتشيله تاني يوم بتلعب عادي. تعمل استشوار بتشيله تاني يوم بتلبس شراب. ففي حاجات بتحيل او ان في حاجه ان بنضحك على الحكام بيها. خير يعني. انت شايف رفض ديزل مظبوط. مع او ضد ترند الطبيعي يكسب؟ هل انت مع الترند؟ هل انت مش مع الترند؟ راي محمد ضوي في الموضوع ده؟ انا شايف ان احنا ما نقدرش نجزم بحد طبيعي او لا غير لو انت عايش معاه في الشقه. فاهم قصدي؟ فانا شايف ان من حق اي حد يقول على نفسه طبيعي. من حق اي حد يقول على نفسه مش طبيعي براحته يعني. بس انا اصدق او لا دي بصراحه ما اقدرش اجزم. يعني مثلا بيجي لي في الاسك مثلا فلان الفلاني طبيعي ولا لا. بقول له والله انا من وجهه نظري الشخصيه ما اعرفش. بس يعني ايه انا اميل اكتر لان هو طبيعي. اميل اكتر اللي هو مش طبيعي. فاهم قصدي؟ فدي ما تزعلش حد مني يعني. طب يعني هل انت مع او ضد المحتوى بتاع هل هم طبيعيون او لا اللي هو بيحط بطل تحت التقييم؟ لو مش هتجزم وهتقول ان ده رايك الشخصي او تخمين او انا بميل اكتر. يعني انا بميل ان فلان الفلاني طبيعي او بميل ان فلان الفلاني مثلا بياخد تيست اورال او ايا كان او استرويد او بتاع. بس ده من رايك الشخصي مش حاجه بتجزم بيها. بخمن. مظبوط. انما عشان تعرف واحد طبيعي او مش طبيعي محتاج تعيش معاه في البيت. محتاج تراقبه 24 ساعه. لان انا اقرب ناس ليا يعني في ناس قريبه جدا ليا قبل ما انا مثلا اكون فاهم السايد افكتس بتاعه الاسترويد قوي كان بياخدوا استرويد مش بيقولوا لي عادي. اقرب اصحابي يعني بقى لهم سنين معايا عايز يحط نفسه في حته اللي هو دي حته الايجو برضو بتاع كمال الاجسام. ان انا اجمد منك وبعمل عضل وبشيل اوزان اسرع منك ومش عارف ايه بتاع. فمش هقول لك طبعا ده كان بيحصل في سن صغير يعني. فطبعا ما تقدرش تجزم على حد يعني. طب مع او ضد المحتوى بتاع انك بتبين للناس انت بتاخد ايه استرويدز وما تاخدش ايه وتضرب قدام الكاميرا والمحتوى ده انت معاه ولا ضده؟ لا ضده طبعا. انا حتى ما بحبش ولا في لايف ولا في اسك ولا في ستوري اتكلم في موضوع الاسترويدات دي الا في تنويهات بسيطه جدا. يعني انا ضد المحتوى ده وشايف ان هو بالذات الجيل اللي معانا ده متشجع جدا للموضوع ده. فمش هيصدق ان ضوي متشجع للموضوع بدري وما بيصدق. يعني دايما ايه يا كابتن حسين الواحد دايما بيحب يسمع الحاجه اللي على هواه. صح. يعني مثلا هو مثلا انت هتكلمه مثلا في اي حاجه اي ماده ماشي. اي ماده هو عايز يسمع حاجه تريحه. هو نفسه يسمع حاجه تريحه. هو نفسه حد يشوف حد بيعمل كده عشان يرتاح ويقول لك الضوء بيعمل اهو فلان الفلاني بيعمل اهو. فانا مش شايف ان انت تديها له سهله كده وهو في سن صغير واحنا في جيل كله عايز ياخد كله مستعجل وكله بيشوف ريلز وكله بيشوف اجسام كبيره جدا ومفرتكه وعايز يبقى شبهها وعايز يبقى مشهور. ومش شايف ان ده صح. دلوقتي داخلين في فقره لو هديك سيناريو تخيلي وانت قول لي الاجابه بتاعتك عامله ازاي. لو محمد الضوي قدامه انفلونسر واحد بكره بيقولوا له هتعمل معاه كولاب فيديو، مين ده اللي هيكون الانفلونسر وليه اخترت الانفلونسر ده او الكونتنت كريتور او السيلبرتي ده؟
والله لو قلت لك انت هتقول انا بجاملك، بس انا يعني ربنا يعلم انا بحبك في الله من زمان والله. وكان نفسي اشوفك بس والله العظيم انت مش عشان قاعد معاك، وانا واحد تاني غير اقسمت لك بالله. واحد تاني انت عارف مش شرط يكون مصري، ممكن يكون اجنبي، بس انت عارف ان الفيديو اللي انت هتعمله مع بعض ده هيبقى ترند العالم كله، حديث العالم كله. مثلا باور ليفتر عايز تصور معاه وانت بتشيل اوزان، واحد تاني عايز تعيش معاه يومه، واحد تالت عايز تاكل معاه اكله، واحد رابع عايز تاخد معاه تمرينه. مين كان في انفلونسر اسمه بيج بيكر. اوكي. ده بيشيل حاجات ولا بيشيل اوزان متخلفه يعني. هو اصلا كان في شرم الشيخ وكلمني قال لي تعالى خد معايا تمرينه وبتاع، بس قلت لو رحت هتصاب لان انا كنت قبل البطوله ب 10 ايام. لا ريسك. فده لو رجع تاني وكلمك هتروح تتصور معاه؟ هروح اصور معاه طبعا، مع انه عارف ان هو يعني دبابه مش بني ادم يعني، فاهم؟ بس انا على فكره انا ما بميلش قوي او مش بنجذب قوي للناس اللي بتشيل اوزان وهي الناس بدونها عاليه وشكلها مش احسن حاجه. انا بحب اعمل ميكس بين الاثنين كده يعني. لاني بحب لاري ويلز جدا يعني. طب يعني ما هو لاري ويلز ما تعملش معاه فيديو يعني؟ طبعا يعني ده ولا بيك؟ ده من كتر ما انا يعني مستبعدها ما ذكرتوش يعني. لا ما تستبعدش، بقول لك اسرح بخيالك حتى. لا لاري ويلز طبعا مرعب. قريب ان شاء الله تعملوا مع بعض فيديو اكيد. محمد الضوي بياكل كام كالوري في التنشيف وبياكل كام كالوري في التضخيم؟ ما انا بقول لك عشان موضوع ان انا اجيب وزني ده، انا نتكلم في التضخيم. انت دلوقتي دخلت اوف سيزون، بتمشي حياتك كام كالوري وكام جرام بروتين؟ يعني انت من هواة الناس اللي بتاخد بروتين عالي ولا بروتين قليل ولا بروتين متوسط؟ لا انا باخد ممكن 2 جرام بروتين لكل كيلو. تمام. يعني انت وزنك مثلا لو 100 تاخد 200؟ اخد 200، ما باخدش بروتين عالي جدا. وكم كالوري في اليوم بقى في الاوف سيزون؟ في الاوف سيزون ممكن 3500. 3500 حسيتك هتقول اكتر ترزع. لا انا من نوع، انا جسمي وتري جدا. اوكي. يعني انا بعبي اوف سيزون. لا انا وتري جدا. انا بعبي ميه من صباع رجل لصباع. اوكي. فتحس انت بلوتد قوي يعني. حتى الناس بتشوفني ضخم قوي في الاوف سيزون يعني، فاهم؟ تقول لي انت لما بتنشف وتصغر حجم، بعيدا عن موضوع وزن يعني. لا انا ببقى شايل ميه حلوه، ودي حاجه من الحاجات اللي بتساعدني اشيل اوزان. حلو. ان انا دايما مفاصلي وعضلاتي محميه يعني. الدنيا حلوه معايا، فما بحبش اسرح قوي بصراحه. في القط بقى على حسب الفتره يعني. ممكن مثلا معظم اخر تحضيره دي كنت ماشي كام كالوري؟ 1900. يا نهار ابيض على وزنك ده صعب. 1900 فتره طويله. بس بعمل طبعا ريفيت كل اسبوع يعني. اوكي تمام. وبرده 200 جرام بروتين ما بتزودش مثلا عشان ما في ناس بتزود في القط. بتزود شويه عندنا لعبه اسمها ده ولا ده. هخيرك ما بين حاجتين وانت تختار الحاجه المناسبه ليك او البريفرنس بتاعك وتقول لي السبب وراء هذا الاختيار. بالنسبه لمحمد الضوي، الاحسن اللي بيستمتع بيه الكلاسيك ولا البودي بيلدينج؟ احب اتفرج عليه بودي بيلدينج. تحب تشارك فيه كلاسيك؟ اوكي. حتى لو في بودي بيلدينج مثلا قال لك انت العب براحتك باوزان، يعني خلاص هو تو كاتيجوريز 12 او مفتوح، فانت كده هتعرف في المفتوح فهتعرف تزود وزنك وتطلع بكونديشن حلو. لا انا شايف ان الكلاسيك البرو ليه وزن كويس يعني، اكتر من كده مش هيبقى حلو. اوكي فاهم قصدي؟ فانت كلاسيك تلعبه، بودي بيلدينج اتفرج عليه. بس شايف ان البودي بيلدينج جو اكستريم شويه في طبعا في الحاله الصحيه، في ان انت تربط الكوتش وانت بتنهج والحاجات دي مش شايفها احسن حاجه. وطبعا ماديا الاوبن دي مصاريف طائله يعني، ملهاش اول من الاخر. فاهم قصدي؟ بتعيش طول حياتك في دوامه. فشايف ان الوسطانيه حلوه يعني اللي انت تلعب فيها حلو. انما لما تتفرج لا انت عايز تشوف حاجات مجنونه يعني. فريك بقى تتفرج على فريك، الحاجات اللي انت تقول ايه ده، ايه كل العضلات دي. حتى اي بطوله حتى لو محليه دايما البودي بيلدينج هو اللي هي الاساس. طيب ده ولا ده؟ اولد سكول ولا نيو سكول؟ انت قلت انت ساينس بيزد، فانت ده ولا ده يعني؟ ممكن نيو سكول اكتر شويه. نيو سكول في التحضير وفي التمرين ولا في التحضير بس او في التمرين بس؟ في التحضير وفي التمرين بس، مش في سحبه الميه. انا شايف ان سحبه الميه دي ممكن من الحاجات اللي فعلا اللي جينات بحت، مفيش ممكن اتنين دي ما فيهاش تظبط معاهم نفس الحاجه. ايه بقول لك دي تجربه ترايند ايرور، مش حاجه بتظبط. ما لهاش نيو سكول واولد سكول، دي تجربه شخصيه يعني. مثلا هديك مثال في التحضير مثلا، انا شايف ان عجز السعرات مناسب لكل الناس. فاهم قصدي؟ مع ان في ناس بتنشف عادي وهي مش في كالوري ديفيسيت يعني صح. بسبب ان هي مثلا استرويد يوزر او بتاع، فبيقول لك انا استرويد يوزر فمش هعمل. لا انا شايف ان الاحسن برضو ان انت تكون في كالوري ديفيسيت. فدي حاجه انا اتفقت عليها مع كل الناس. انما سحبه الميه ما تقدرش تتفق معاها صح يعني. دي حاجه ما لهاش معيار يعني. انا مثلا واحد ببقى 99 كيلو بدبليت مثلا ل 94، مفروض مثلا انا احمل ب 500 جرام نت كارب. ده اقل شيء يعني. لا انا ممكن اعبي من 500 جرام نت كارب عادي يعني.
فاهم قصدي. واحد تاني مثلا يعني اعتقد خيري بيحمل ب 220 ب 2200 نت كارب عادي ما شاء الله. عادي السلام عليكم عادي، ما بيحصلوش اي حاجه ما شاء الله يعني. فموضوع الميه ده جينات بحته، فممكن في التحضير واللمسات الاخيره تلاقي المدربين القدام شويه ايه بيعملوا طريقه والناس الثانيه بتعمل طريقه. ممكن الساينس بيز ما بيظبطوهاش قوي يعني، عشان كده بيطلعوا وتري شويه. كل يعني تلاقي مثلا ايه المدرب القديم شويه ممكن يشوفك بعد كل وجبه. فاهم قصدي. المدرب الجديد شويه ممكن بيحسبها طبعا في ناس ماسكه العصايه من النص يعني، انا اعتقد حضرتك بتعمل كده يعني. انا بمسك العصايه من النص. في ناس كتير بتحاول تمسك العصايه من النص، ودي حاجه حلوه طبعا ان انت ما تقفلش ودنك على حاجه معينه ولا تكون متعصب لشيء معين يعني. فانا مش متعصب لشيء معين ولا نيو سكول ولا اولد سكول، انا بس انا بقول لك الميل اكتر لفين. طيب ده ولا ده، تيك توك ولا انستجرام؟ كايه بالظبط؟ ككونتنت كرييتنج يعني، انت بتحب مثلا الفيديو بتاعك يتشاف اكتر على تيك توك ولا انستجرام؟ وكانت بقى كبريفرنس ليك انت بتحب تخش على ايه اكتر وتضيع فيه وقتك؟ انا عامه بستغرب الناس اللي بتحبش تيك توك. انا بحب تيك توك عادي خالص. فهو بيقول لك دايما التيك توك ايه مستنقع يعني، بتشوف في حاجات مش حلوه مش فاهم. انا شايف ان التيك توك واجهه اجتماعيه يعني. انت مثلا لو فتح تيك توك في البرازيل هتلاقي كوره على الشاطئ ومش عارف ايه، فاتحه في مصر هتلاقي حاجات ممكن ايه رقص على مهرجانات وبتاع، والحاجه اللي انت بتضيع فيها وقتك هي الحاجه اللي بتتعرض لك يعني. صح. يعني انا لما ما بطولش في فيديوهات مثلا ما بحبش اشوفها ما تجيليش تاني. صح. بطول فيديوهات بودي بيلدينج بتجيلي فيديوهات بودي بيلدينج، بالعكس دي المنصه رقم 1 عالميا اعتقد دلوقتي. فتيك توك بالنسبه لك احسن يعني، الناس كلها عندها تيك توك يعني. كابتن حسين ما شاء الله عنده تيك توك. لا تيك توك اكتسح يعني الفتره اللي فاتت. لا قصدي ان انت حضرتك قامه في المجال يعني. لا تيك توك عامه دلوقتي كل الناس عليه، ترامب عليه كان عليه مظبوط يعني. فانت بتظهر لك الحاجه اللي انت مهتم بيها يعني، هو واجهه اجتماعيه للحاجه اللي انت مهتم بيها يعني. فاهم قصدي. كارب سايكلينج ولا بالانس دايت بالنسبه لي؟ بالنسبه لك ولا بالنسبه للنتيجه ولا للناس؟ الاثنين. انت بالنسبه لك بتحب تطبق ايه على نفسك وبتحب تخلي الكلاينتس بتوعك يمشوا عليه؟ انا ما بحبش الكارب سايكل اصلا على نفسي. بس بحبه للمتدربين. اوكي. ليه ما بحبوش على نفسي؟ لان انا ما بحبش انه في يوم اكل قليل جدا وفي يوم اكل اكتر شويه، بالعكس بيجي لي هبوط شويه او بتجي لي شراهه للاكل. ايوه فهمت. على فكره انت ممكن تفهمني، لما تبقى في دايت قاسي وتعمل ريفيد ما بترتاحش، بتقعد توسوس وبتقعد طول اسبوع جعان. صح والله صح والله. فالريفيد ده بالعكس انا بلاقي نفسي ان انا قبل الريفيد شبعان اكتر وممكن مرتاح اكتر. عملت ريفيد جالي شراهه للاكل ومش عارف ايه. وبتاخد بالك ان بعد ما الطاقه بتاعتك بتعلى شويه بتحس بهبوط مفاجئ. ايوه. تاني اكتر يوم متعب اليوم اللي بعد الريفيد. صح. بص مش هيعرف الحاجات دي الا الناس اللي بتحضر بجد. اصعب يوم في الدايت بعد الريفيد. صح، بعد الريفيد بتبقى مهبط. ده غير بقى الوسوسه، تصحى تبص على نفسك وبطنك ما بتكونش احسن حاجه. صح. فاهم قصدي. فانا ممكن ايه لو على يوم ريفيد ماشي، انما امشي يومين هاي كارب بيجي لي شراهه مرعبه. بس لا طبعا الكارب سايكلينج ليه نتائج مع الناس جباره يعني. بس انا ما بحس ان انا مرتاح اكتر وانا بالانس دايت، وممكن اعمل ريفيد حلو. وما بحبش الريفيد برضو يكون كبير قوي. طيب اخر مره خدت ريفيد كان كام جرام كارب؟ نت 300. ما بحبش اعلى عن كده. ده في ناس تانية بتمشي على 300. لا ما عشان انا المودريت بتاعها 300. عشان انا بدبليت بقى. خش دلوقتي على فقره التير ليست. هنبدا الاول بلعيبه كمال الاجسام، لانك انت راجل اصلا عاشق لكمال الاجسام. طبعا هقول لك الاسم وتحطهم لي في واحد من الاربعه كاتيجوريز دول. كيفن ليفرون بالنسبه لك جامد. ده بسبب حاجه معينه ولا انت شايفه جامد قشطه يعني، ولا مش شايفه اسطوره عشان ما خدش مستر اولمبيا قبل كده؟ لا مش عشان ما كسبش، ده في اساطير كتير جدا كانوا المفروض على الاقل يكسبوا واحده مستر اولمبيا. بس لا عشان هو نمط حياته ما كانش يعني من الناس الهارد ووركر 100% يعني، وكان بيتحبس كتير وكان بيخس كتير ويزيد كتير. انما كشكل يعني اي حد يتمنى يبقى شبه كيفن ليفرون يعني. اوكي. طيب فليكس ويلر جامد برضو، وده برضو عشان كان مش ملتزم 100% يعني. روني كولمان قال لك لو فيليكس ويلر ده كان ملتزم 50% كان كسبني كذا مره يعني. انما هو كجينات ما فيش اختلاف. انا بميل اكتر للناس اللي ما عندهاش مش تالنتد بس. ناصر السنباطي اسطوره طبعا يعني. اسطوره. كان ناصر مثقف جدا جدا، اعتقد ناصر كان بيتكلم كذا لغه. طبعا. فشخصيه كده هتتفرج عليها تقعد تضحك، بس تضحك من ليه؟ من الرهبه كده. فاهم. ارنولد في ناس مالهاش في ارنولد خالص، في ناس كتير حطيته في الاوفر ليت ده عندي. هو ليه تصرفات غريبه وليه اراء
اغرب وحركات غريبه، فانا مش بحبه بصراحه يعني. عادي ولا اوفر ريتد ولا جامد ولا اسطوره؟ هو طبعا لو حطيته اوفر ريتد الناس هتشتمني لا يعني عادي، ده رايك الشخصي. انا شايفه ان هو اصل اوفر ريتد ده يعني ايه؟ يعني واحد واخد اكتر من حقه اللي المفروض ياخد عليه. اوفر ريتد، فاهم قصدي؟ اوفر ريتد. سيبهم. لا طبعا اسطوري، طبعا اسطوري 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 يعني. هو اللي حبيبه في الكلاسيك اصلا ولا انت كنت طالع تحب الكلاسيك لوحدك؟ لا انا مش بحب اتفرج على كلاسيك قوي، بس انا بحب العب كلاسيك يعني. اوكي. انما سيبام يعني خلى كتير من الناس، مش يعني في ناس ما تعرفش اللعبه بس تعرف سيبام يعني. وان هو يكسب كلاسيك 6 مرات، انا اعتقد دي اصعب من البودي بيلدينج. يعني زي ما قلت لك البودي بيلدينج ممكن يكون ليها كبير. يعني انا مثلا دلوقتي مهما عملت مش هنزل العب مع واحد مثلا في الوزن التقيل ليه تقله ولا ليه بقاله كام سنه بيعمل اوف سيزون ولا عنده كتله عضليه اكبر مني بكتير. انما الكلاسيك ملهاش كبير، على الشعر ممكن تخسر. صح. ممكن في كام ساعه ممكن جونيور يكسب ان انت تفضل 6 سنين حلو ودراي وجامد وما فاكش غلطه. دي حاجه اسطوريه يعني. طيب بيج رامي؟ لا اسطوري طبعا يعني. ده فخر العرب ده يعني. شخصيه قبل كل حاجه. وحسسنا ان هي عادي يعني. حسسنا ان ممكن اي حد يعملها يعني. انت فاهم؟ ايوه. دي حاجه مرعبه على فكره. ايوه طبعا. لو انت شايف المستحيل عرفت ان هو المستحيل عرفت ان هو عادي ممكن. طبعا هو كابتن بيج رامي مش اي حد، بس قصدي ان هو من اي مكان يعني. طب في الهيث؟ لا اسطوري طبعا. روني كولمان؟ اسطوري طبعا. طب انت كده حطيت في الاسطوري، حطيت بيج رامي، في الهيث روني كولمان، ناصر السنباطي، سيبام. رتب لي يا باشا الخمسه دولت من 1 ل5. ما هو في لعيب كلاسيك وسطهم يعني. مش بتكلم على الهاله بتاعه بودي بيلدينج والتاثير اللي اثره في بودي بيلدينج. رتب لي رقم 5 في الخمسه دولت. 5 اوحشهم يعني. يعني هم اقلهم في التاثير على البودي بيلدينج، واقلهم من في راي محمد الضوي. احنا قلنا روني كولمان، فيل ناصر، بيج رامي، سيبام. الخمسه بتوعك في الاسطير، في الاسطوري. رتب لي الاساطير بتاعتك من 5 ل1. ما كلهم خلاص بقوا اساطير، خدوا ختم اسطوره من محمد الضوي. فاحنا دلوقتي بنرتب الاساطير بالنسبه لمحمد الضوي. اسمها بقى الجوت ليست. خلاص هم دول جوتس جريت اوف اول تايم. ممكن رقم 5 ناصر. رقم 4 ممكن سيبام. 3 كده معانا مين؟ بيج رامي وروني وفيليث. ممكن روني 2-1. فيل 2 وبيج رامي. اوكي خلاص، ده خرجت من المأزق اهو. طيب اشكال في الجيم. تمارين بقى الحاجات المفضله بالنسبه لمحمد الضوي. برضو 4 كاتيجوريز وانت رتب. ديد ليفت تحطه في انهي كاتيجوري؟ برضو اسطوري وجامد وعادي واوفر ريتد. هو تمرين وظيفي، فتمرين بيساعدك على حياتك اليوميه. يعني ممكن اصلا لو بطلت تمرين ممكن تمارين كتير ما يعني تضيع اهميتها او اهميتها تقل. انما الديد ليفت ممكن يبقى مفيد بالنسبه لك يعني. انا بحب التمارين الوظيفيه لو اتأدت بشكل صح وبدون مبالغه وبدون طبعا اداء غلط وهكذا. بس مش لازم تعمل ديد ليفت يعني. مش فتحطه فين دلوقتي؟ يعني خلينا جامد. طيب بنش بريس باشكاله بقى، يعني دمبل او بار. بنش بريس دمبل او بار. اي حاجه تتحط تحت البنش بريس دي تحطها في ايه؟ ممكن نخليه عادي. البنش بريس في ايه هو ماله؟ لا البنش بريس مش مقتنع بيه اصلا. لا او عادي بالنسبه بالذات البار يعني. اوكي، لكن لو خلينا البار لوحده والدمبل لوحده، البار يتحط في العادي مثلا. يعني ممكن نخلي الدمبل في الجامد. انا شفت ناس كتير بتتصاب في البار. اوكي. على فكره معظم الناس اللي عندها اصابات هم لعيبه كمال اجسام يعني. مش لعيبه باور ليفتنج يعني. فاهم ان هم بيحفزوا بعض طبعا، والحماس سلاح ذو حدين يعني. طبعا تمرين الصدر دي عندنا في الدماغ من زمان. تمرين الصدر يعني فاهم حاجه جامده يعني. انا شفت ناس بتخش تتمرن معايا فاهم يعني. انا حصل في 2 جالهم قطع في الصدر وهم بيتمرنوا معايا، بس بسبب موضوع الحماس اللي ذو حدين يعني. مثلا يكون وزنه واقع عليه فاهم يعني 160 واقع عليه، هو هيخش 200 عشان مثلا محمد لعب ب 200 او عشان فلان لعب ب 200. ايوه فاهم قصدي؟ يعني حصل اصابه قبل كده لواحد صاحبي بسبب ان اخوه الصغير شال وزن اعلى منه. يا اتجن اخوه اللي هو مدخله الجيم فاهم. شال وزن لازم يعدي في الوزن فتصاب.
هنا قفلت، وهو كان واقع عليه وزن اقل منه ب 30 كيلو، وقع عليه وشلناه من عليه وبتاع. يا عم يلا، لا هخش بيه، يا عم يلا هجرب، لو وقع الحقوني. هو اصلا معظم الاصابه بتحصل امتى؟ في العده السلبيه، صح، وانت نازل بالبار، ما مش هنلحقك. الموضوع ان احنا مش، هو احنا فعلا لحقناه وشلنا البار، بس يعني جاله قطع كامل في عضله الصدر. وشفتها قبل كده في واحد في الجيم، وبرضه عندي صاحبي كان بيلعب بار وواحد خبطه. ده حول الله، ايه ده؟ ايه الغشامه دي؟ واحد بيجري في الجيم، مش عارف بيجري ليه. فخبطه، فدراعه فتح شويه، جاله اصابه. فالبنش بريس بشوف فيه اخطار اكتر منه افاده. يعني ممكن شفت اصابات في البنش بريس بالذات بالبار، فاهم قصدي؟ لان البار برضو انت بتكون محطوط في مدى حركي الى حد ما ثابت، يعني هو مش ثابت قوي بس الى حد ما ثابت، غير الدمبل ممكن تضم كوعك، تفتح كوعك، ترمي الدمبل، فاهم قصدي؟ هكذا. فبشوف اصابات اكتر في البار يعني، فجالي عقده منه يعني. سكواتس ايه؟ ما هو السكوات باترن ده حاجات كتير. فانت بتتكلمني على السكوات الحر يعني؟ السكوات حر يا جهاز يعني، مش السكوات، مش السبريت سكوات، مش الليج بريس، لا السكوات كموفمنت سكوات في وزن فوق كتافك وانت بتنزل حركه السكوات العاديه المتعارف عليها. انا عامه بقالي مثلا 4 سنين ما بتمرنش سكوات. فتحطه عادي مثلا؟ يعني شايف ان في سكوات باترن كتير قوي ممكن تلعب المريح ليك، اللي تعرف تعمل بروجرس فيه. ايوه، حطه في احسن. هي لعبه تصنيفات عادي. طيب بص، هيموت منك مش عارف يتمرن. الناس عندها هالات كده، فاهم؟ فانا ما بحبش يعني. انت ايه؟ انا مهتم اعرف وجهه نظرك في البنش بريس. بعد في البنش بريس لا بحطه طبعا جامد، مش اسطوري بس جامد. مش اسطوري بس جامد. بنش بريس بالبار؟ لا مش بالبار، البار ده اوفر ريتد قوي. ما انا قصدي على البار. لا ما بحبوش. انا بقالي مثلا اخر مره لعبت بالبار، لا انا مش بستغنى عن الدمبل. انا 3-4 سنين دمبلز دي حياتي يعني. وكمان عايز اقول لك ان انا مستغني عن الدمبلز بقالي اكتر من سنه وشويه. دمبلز ماشين كده، هي ماشين، فاهم؟ عشان برضو عايز اركز على نقط ضعفي اكتر منها. لا انت في مرحله دلوقتي ان انت خلاص بنيت حاجات معينه. طيب فلايز، تشيست فلايز، قبل كده قالت انها مالهاش لازمه وبتاع. لا طبعا ليها لازمه يعني. فين بقى في التصنيف بتاعك؟ ممكن برضو جامد، عادي، اوفر ريتد، اسطوري؟ لا جامد. انا بالنسبه لي الفلايز اسطوري. هتقول لي ليه؟ اقول لك عشان تراك بتفايلر. انا اصلا عندي في البنش بريس مشكلتي ان انا العضلات المساعده هي اللي بتفايلر قبل التشيست. ففي الفلايز بتخلي الفوكس على التشيست بأقل فليره من العضلات المساعده، بالذات لما تبدا بيه فتحس بفرق مرعب يعني. بس انا احب البرسات. هقول لك على شكل بقى انت بتعشقه. الفلايز، اللاترال ريز يعني. طبعا. لا اسطوري صح. جبتك. لا وش الساعه دي. ده لو اتشال من حياتك ممكن يحصل لك حاجه، صح؟ لا ما يتشالش ابدا. شولدر بريس جامد. بايسب كيرل على حسب يعني. بايسب كيرل ايه بالظبط؟ دمبل ولا بار؟ شيتد ولا ستريكت؟ لا ستريكت جامد طبعا. جامد. مش اسطوري، لسه ما وصلش لمرحله اللاترال ريز. طب ايه الشكل اللي نحطه مع اللاترال ريز فوق؟ اللي نحطه في الاسطوري، الشكل اللي بالنسبه لك جنب اللاترال ريز؟ التي بارو. التشيست سبورتد وانت تقدر تعدل فيه يعني. طبعا انا بتكلم بالنسبه لي يعني. بالنسبه لك. طيب ماشي خلاص. خلصنا كده الاشكال. نخش بقى على المكملات، اخر حاجه معانا خالص النهارده. برضو ال4 كاتيجوريز وانا هقول لك المكمل واحط في اي. الواي بروتين. لا عادي. كرياتين. اسطوري. بي سي دبل ايه؟ اوفر ريتد جدا. جلوتامين. على حسب بتحضر ولا لا. بتحضر جامد. مش بتحضر اوفر ريتد جدا. انت بتحضر عشان موضوع اللي هو بيساعدك على الهضم يعني. هضم وصحه الامعاء والقولون دي رقم 1. لا حد بيحضر ده حياتك. صح. فاهم قصدي؟ معدتك والميد سيكشن وراحه بطنك قبل البطولات بتاعت حاجه مهمه جدا. انما انت هتاخده عشان هو يعني حمض اميني غير اساسي موجود في كل البروتين والاكل والواي بروتين ذات نفسه وبتاع. هتصرف فلوس كتير على الفاضي يعني.
هو مش مكمل بس هقول لك عليه عشان طلع عليه هوجر الفتره اللي فاتت. كريم اوف رايس تحطه فين دول؟ لا اوفر ريتد يعني. صح. طب ليه اوفر ريتد؟ يعني شايف ان انت لو عندك مشكله في الشوفان مثلا هتجيب دقيق رز وتحط عليه كاكاو خام وانتوا خلصنا الدنيا. بيتباع ب 450 و500 جنيه يعني. واصلا معظم الناس اللي عندها كريم اوف رايس ما بيضخمش اصلا. يعني ممكن انا اجيب كريم اوف رايس عشان احمل مثلا. فعايز معدتي. انا جبت كريم اوف رايس عشان احمل بس عشان معدتي تبقى خفيفه على المسرح. بس انا في العادي ما باخدش. مظبوط ادفع بقى عادي. انا بفنش حاجه بتعب عليها بقالي شهور وبتاع. صح. ومثلا عايز حاجه هضمها حلو فمش هلاقي احسن من كريم اوف رايس. عايز حاجه ما فيهاش الياف كتير حاجه وممكن فيها شويه ميه عشان هو بيتعمل بميه فالهضم بتاعك يبقى كويس وبتاع ماشي. انما تجيبه انت مثلا اوف سيزون ليه؟ هتجيبه انت بقطع عادي ليه يعني؟ اليوهنبين. لا اليوهنبين جامد يعني. جامد ولا اسطوري؟ لا او اي حاجه يعني ممكن ممكن تستغنى عنه عادي جدا. حتى الكرياتين الاسطوري يعني ممكن تستغنى عنه. فاهم قصدي؟ بس اللي هو ايه ما استعجلش ان انا ادفع في الفلوس اللي انا بتكلم حتى فاليو فور ماني. انت كرياتين اتعمل عليه ابحاث بيفرق فعلا. تاخد كام جرام كرياتين صحيح؟ انا 10. شفت الابحاث الاخيره اللي لقوا ان الناس اللي بتاخد 30 جرام و20 جرام بتفرق معاهم في البرين فانكشنز والفانكشناليتي بتاعت الجسم عامه. بس انا مش شايف ان الشخص يوصل للارقام دي طبعا. شايف ان الموضوع لسه محتاج وقت اكتر من كده يعني. انا جربت على نفسي الفتره اللي فاتت. بصراحه جربت على نفسي ولقيت فرق ملحوظ في البرفورمانس بتاعي وفي العضلات بدات ان هي غير ان انا طبعا ان انا بس انا دي الحته اللي بكلمك عليها. انا مسؤول عن نفسي بس مش كل حاجه ينفع اقولها. بالظبط. انا لسه ما قلتهاش لحد ما اخلص التجربه. مش ينفع انصح بيها. يعني ما طلعتش بفيديو قلت لا لازم تاخد 20 جرام كرياتين. لا انا بجرب على نفسي. انا بعمل كده وانت ما بتعملش كده. وما عملتش لسه فيديو لحد ما اتاكد مليون في الميه ان الدنيا مظبوطه كلى مظبوطه الدنيا زي الفل. اصل برضو الاوفر دوز من الكرياتين مش اصح حاجه. بس هم بقول لك الابحاث لقت ان هو اصح حاجه. فهو الفكره كلها ان الابحاث دايما ابديتد. ممكن بعد بكره يقول لك لا مش اصح حاجه تاني. مظبوط. هي دي الفكره. مفيش حاجه مسلمات يعني. صح. طب ايه انت حطيت الكرياتين بس في الاسطوري؟ ايه مكمل تاني ممكن تحطه في الاسطوري الضوئي ما بيستغناش عنه؟ NAC. اوكي. بالذات لو حد سترويد يوزر. كنت لسه اقول لك ولو للناس اللي مش سترويد يوزرز NAC برضه حلو. برضه على فكره الاندروجينات الطبيعيه يعني ان انت تحافظ على صحه اعضائك دي حاجه مش شرط تبقى سترويد يوزر بس يعني. دي حاجه انت ممكن تاخد دواعم بحاجات كويسه يعني مش لازم بجرعات كبيره وتعمل تحاليل دوريه. مش لازم تبقى سترويد يوزر يعني عادي تبقى على فكره اقول لك على حاجه. في ناس كتيره من اللي مقبله على الاسترويد لما بيعمل تحليل بيلاقي عنده مشاكل كتير لسه ما خدش اي حاجه. وممكن حد يعني يكون بياخد استرويد والى حد ما كويس يعني او الى حد ما تحاليله مظبوطه او بيحاول يظبطها. انما ممكن واحد عشان هو حاسس ان هو كويس بيفتكر ان هو كويس. فدي حاجه مش دايما صح يعني. ما عنديش اي مشاكل اكوتش في الضغط. ما عنديش اي مشاكل. لا يروح يحلل يلاقي الدنيا ايه مش احسن حاجه. وكمان التمرين مع علو الضغط المرتفع ده برضو ايه بيأثر على الكليه بتاع يعني. ممكن تروح تعمل تحليل كرياتينين تلاقيه عالي وانت كده عالي. هتلاقيه عالي كده مع اي رياضي يعني. اي رياضي فعلوه بشكل مستمر ده يعني حتى الاندروجينات الطبيعيه بتأثر شويه. طيب احنا كده خلصنا كل اللعب وخلصنا كل الفقرات. اخر حاجه عندنا رساله محمد الضوي هيقولها للشباب اللي متابعينه وبيحبوه في اخر البودكاست. اديهم الرساله اللي في قلبك. انا شايف والله ان الشباب كلها مستعجله. والاستعجال ده احنا رياضه كمال اجسام هي انت بتستثمر في جسمك على مدى سنين. مفيش حاجه طبعا بتيجي يعني في يوم وليله. اكتر حاجه في الحياه كلها هتعلمك الصبر هي رياضه كمال اجسام. فاهم قصدي؟ وانت بتستثمر في جسمك يعني جسمك ده هو مشروع حياتك لاي حد حابب يبقى بودي بيلدر يعني. جسمك هو مشروع حياتك. فانا شايف ان الاستعجال ده بيخليك تاخد قرارات متهوره بيخليك تشوف اي حاجه تقلدها بيخليك تسمع اي فيديو الكلام فيه بيكون سياقه على هواك تروح تعمله. فالناس انا شايف ان الناس والشباب بتنساق كتير لحاجات غلط. فشايف ان هو يتأنى ويصبر وياخد وقته وما يستعجلش ودايما يشوف او يسمع للنماذج الكويسه بس. فشايف الشباب محتاجه تصبر شويه. حلو. ومحتاجه تاخد وقتها لان الجيل ده بجد مستعجل بطريقه مرعبه يعني. انا اكيد طبعا بيخش لك كل يوم. اكيد طبعا وخصوصا كمان ان الشباب الفتره دي كميه المحتويات اللي عنده 12 سنه بيسال على حاجه اللي هو انت انا بخاف افكر فيها. فاهم؟ والله العظيم. ايوه. او تلاقي مثلا واحد عنده 13 سنه بياخد حاجات انت فاهم
فاهمك قوي لدرجه ان الشباب بقول لك من كتر المحتوى اللي على السوشيال ميديا هم دماغهم بتتسحل للاسف. هم شباب الفتره دي جين زي وجين الفا وجين زي ما قلت لك في شاب لسه ميت في بطوله. لا حول الله. ايوه. طب ده انت عارف ايه هي حصل ايه اللي حصل له بالظبط وتوفى بسببه؟ هو طبعا يعني معظم المشاكل بتاعه البطولات زي ما قلت لك بول مثلا بتكون في مضادات البول وطبعا في الهرمونات، ولكن المشاكل وليده لحظه البطوله بتكون في الاستخدام الخاطئ لمضار البول. وفي ناس اصلا ما تعرفش اللي هو غلط. والله يا كابتن حسين في شباب صغيره بتاخد مضارات بول وهي بتنشف عادي. يعني ساعات مثلا بيجي لي كيس واحد عايز يشترك يعمل اي حاجه بياخد مضارات بول وهو بينشف عادي ما عندوش بطوله وبياخد بجرعات يوميه. وفي ناس بتوصل معاها الموضوع مثلا اللي هو هيلعب بطوله، وطبعا اي حد بيحضر بتكون يعني هنا مش متظبط، فاهم قصدي؟ فبيضطر يبالغ في موضوع مضارات البول ده او ياخد مضارات كتير شويه. الله اعلم طبعا بالشاب اللي توفى، انا مش بجزم شيء، بس احنا بنقوله ان الكيس اكتر اللي بيتعب على المسرح او بيدوخ او بيقع على المسرح او بيحصل له مشاكل او بيروح مستشفى بيكون بسبب مضارات البول اللي بتتاخد في الايام الاخيره عشان هو مفكر طبعا الله يرحمه ويحسن اليه. الله يرحمه يعني هو او غيره بالرحمه كلنا، والناس اللي بتتفرج على الفيديو ده يا ريت يدعوا له بالرحمه. الله اعلم طبعا بالكيس بتاعته. بس معظم الشباب حتى يعني الشاب اللي توفى ده في غيره وقع على المسرح كتير في اليوم ده. لا حول الله. في كل بطوله، بالذات البطولات على فكره مش البطولات الكبيره، يعني ده ما بيحصلش قوي في البطولات الكبيره، بالذات البطولات الصغيره. الشاب طبعا مستعجل، الشاب صغير، الشاب عنده هوس ان هو يكسب بطوله ومش عارف ايه بتاع، حتى لو على حساب ايه؟ على حساب صحته. فالموضوع بالنسبه له بيبقى حياه او موت بجد يعني. فاهمك. يعني مود التحضير بيدخله في لا بس انما طبعا مفيش حاجه تغنيك عن صحتك، مفيش حاجه تغنيك عن حياتك. انا شايف ان انت لو تعبان في الفتره الاخيره دي تتوجه لاقرب مستشفى، تقول لهم عن اي عقار طبي انت اخدته. وطبعا الساعه بتفرق طبعا. الشاب ده كان مصر برضو ان هو يلعب البطوله برغم ان هو كان تعبان. وكمان هو يعني هو قدره طبعا، هو اتاخر عشان يروح المستشفى. قدره. فالشباب الصغيره دايما مستعجله ودايما خلينا ننهي كلامنا عند ان الشباب يا ريت ما يستعجلوش ويصبروا على النتائج ويصبروا على نفسهم. مش اي حاجه على السوشيال ميديا نقلدها يا جماعه. لازم تعرف الستوري او القصه اللي وراء هذا الفيديو قبل ما يتعمل. لازم تعرف تاريخ الراجل ده وهو بيتمرن، لازم يعرف التاريخ العمر التدريبي بتاعه، لازم يعرف ايه الحاجات اللي بيأهله بيها عشان يعرفوا يشيلوا الاوزان دي كلها. ونتمنى السلامه للجميع. انا مبسوط جدا 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 معايا في البودكاست ده. انا اكتر منك فوق ما تتخيل يعني. ومبسوط جدا ان انت يعني اتكلمت من قلبك، ومبسوط جدا ان انت معايا وشرفتني في البودكاست ده. حبيبي يا كابتن والله انت الاحسن. عايزين الناس في الكومنتات ترد في فقره كرسي الاتهام على هل الراجل محمد الضوي عرف يهرب من الاتهامات ولا لا. دافعوا عني بقى. واكتبوا لي تحت في الكومنتات مين الضيف الجاي اللي انتوا عايزينه في بودكاست ما وراء البار. شرفتني. تنساش اللايك والفولو، وسايب لينك الانستجرام بتاع محمد الضوي تحت، ممكن تخش تعمله فولو. الراجل ده بيقول كلام مهم غير الاوزان اللي بيشيلها، بيقول كلام كتير مهم، بينصح الشباب كتير، فروح اعمل له فولو لانه فعلا يستحق الفولو. تنساش اللايك وتنساش السبسكرايب. كان معكم حسين سيد وكان معكم محمد الضوي من ما وراء البار. اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.